السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حلقة جديدة من حلقات بودكاست الاسطوات. معانا اسطى جديد في شغلانته، ان شاء الله تبقى اضافة قوية ليكم في الحلقة. معانا المهندس محمد الحبشي، سي او فاوندر شركة ايكو. خبرة اكتر من 16 سنة في مجال الاويل اند جاز، في مشاريع وفيلد كبير بره مصر اكتر من جوه مصر، وبرضه ليه سكسس ستوري في شركته. فهنروح في رحلة كده سريعة معاه، وان شاء الله يعني كلنا نستفيد بما فيه يومنا. ازيك يا هندسة؟ باشمهندس، ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام يا حبيبي، كله الحمد بخير، لله. نورنا وشرفنا. ربنا يخليك، ربنا قاعدين يخليك نرتب والله. بقالنا فترة، بس يعني كل حاجة بتيجي في حقيقي وقتها. حقيقي فاحنا جينا بالظبط. بالليل عشان تليفوناتنا، وما نكلمش المقاولين ولا صناعية ولا اي حاجة. بالظبط بالظبط. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يمكن من اول ما بدأنا رحلة البودكاست واحنا دايما متعودين على مجال الانشاءات والكونستراكشن العادي بالسكيل بتاعه، بس يعني الحلقة النهاردة هتكون مجال بعيد شوية عن الكونستراكشن، مجال الاويل اند جاز. وانت رحت فيه وما شاء الله ليك قصة كبيرة فيه. بس خلينا نبدأ من الأول كده. أنت أصلا تخصصك الأساسي كهرباء، صح كده؟ بالظبط. تمام. فخلينا، أنا أحب يضيف في الأول كده يعرف نفسه، بحيث إن هو برضو إيه، كل واحد بيعرف نفسه بالحاجة اللي هو بتمثله يعني. تمام. انا اتخرجت من كلية هندسة، قسم كهرباء. بدأت كهرباء من وانا صغير، يعني نفسي في كهرباء. كويس. بحب القسم جدا وحابب حاجة الكهرباء، لعب صغيرة بنجمعها نشغلها بمواتير كهرباء. فكنت مختاره من الأول، يعني ما كويس. استنيتش تنسيق، ما أنا متارجت كهرباء من الأول. حلو. درست كمان جوه القسم، كان فيه الكترونيكس أكتر، كان فيه اتصالات. في الآخر طلعت بتخصص كهرباء. فحبيت قصة الأوتوميشن، حبيت الكهرباء ككل جوه القسم. وتارجتها كمان بره بعد ما اتخرجت، يعني بدأت أثناء الكلية. الحمد لله كانت سامحالي الكلية إن أنا أقدر آخد تريننج كتيرة إجباري أثناء فترة الدراسة. كويس. ساعدتني إن أنا أبدأ أعمل سي في كنتش كويس. بتحضر وبتعمل الورقة وخلاص وتسلمها للكلية؟ في التريننج، اه، يا ده زي يعني دلوقتي. انا انا فاكر في سنه من السنين انا كان عندي تريننج في العين السخنه، كان بره القاهرة. بره الكليه. اه. ده كان في مصنع اسمنت في العين السخنه. اه. وكان عندي لازم، هم رفضوه عشان خاطر مدته شهرين وهم كانوا عايزين 3. وكان عندي بالليل التريننج في اتصالات، سي دي ام اي وحاجات خاصه بالكوميونيكيشن والاتصالات وشبكات الموبايل. كان تبع الكليه بالليل، فكنت برجع من العين السخنه اتغدى واكل لقمه وانزل احضر التريننج التاني بتاع بالليل. جيل زمان ده. بالظبط. دلوقتي اللي احنا عاوزين الورقه يا باشمهندس عشان يسلمها للكليه، احنا حضرنا ما بالظبط حضرناش دي قصه بالظبط تانية خالص. بالظبط، يعني فالحمد لله اتخرجت معايا سي في محترم. كويس. قدرت ان انا يعني انت خلال فتره الكليه زي ما بيقولوا ايه، اشتغلت على نفسك بشكل كبير، بحيث ان انت بقى عندك اكسبيرينس كويسه يعني. الحمد لله، بالظبط الحمد اه. لله. طب انت ليه رحت مجال الاول اند جاز؟ والله يعني يعني انت انا انت راجل اتخرجت مهندس كهرباء، هتشتغل مثلا في التنفيذ، مكتب فني، تصميم، حاجات من الحاجات الجميله دي يعني. والله انا اول ما ايه اللي وداك اتخرجت البحر بقى والكلام ده؟ انا اشتغلت في الاول في ريدي شاك. مم. كانت بس انا عاوز بس في بدايه الحلقه، انت هتقول اسماء شركات ومصطلحات ناس كتير مش تبقى عارفاها، فحاول بالظبط. توضح عشان ايه. كنت لسه الحلقه بتكلم في موضوع ريدي شاك. الحلقه بس ايه، إن الناس تبقى مركزه يعني. كنت لسه بتكلم الناس مع حد من بتبص ريدي شاك للحاجات في دي ان هي الموضوع ده. حاجات يعني هيروغليفي، هي فاهم؟ انقرضت دلوقتي، يعني انا اه. افتكر راديو شاك على ايامنا زمان كانت حاجه ليها اسم في مجال الصوتيات عامه، او ايوه صحيح. الالكترونيكس، ما كانش في غيرها في مصر، صحيح. ما كان اسم براند تقيل جدا جدا جدا. اه طبعا. لسه كنت بتكلم مع حد فبقول له فاكر راديو شاك، قال لي يا دي يعني حاجه اللي هو آه. جميله، حد ليه علاقه بالمزيكا كانت فعارف يعني ايه راديو شاك، لكن تليفون فعلا 1000، النهارده تليفون 1100. بالظبط. سلم والتبع. النهارده مفيش حد اه. فاهم الكلام ده خالص، يعني فاشتغلت معاهم. كنت قاعد على مكتب. كانت وظيفتي ان انا تكنيكال سبورت للسيلز تيم الخاص براديو شاك، الخاص بمبيعات شركات. مم. فاي شركه عايزه تعمل ساوند سيستم، اي شركه عايزه تعمل حاجه لنفسها كسكيل كبير، وبتروح لراديو شاك لان هو اللي كان مسيطر ساعتها في المجال ده. كانوا بيحتاجوا بقى حد بقى يعمل رسومات، يطلع انا ايه الكومبوننت اللي محتاجها، ايه الحاجه اللي انا اقدر اطلع بيها بالبروجكت ده بشكل كويس. قعدتي كلها على مكتب ما باعملش أي حاجة. لأ، يعني دلع ده. اتدرّبت في مصنع مرّة، اتدرّبت في مركز Panasonic مرّة، اتدرّبت ما أعرفش فين مرّة، نزلت مصرية للاتصالات ومواقع وحفر وتوصيل تليفونات وحاجات.
انا عايز عفره. انا عايز افوميتر في ظهري إمم. وماسكه وبشتغل بيه، مش استنى عايز برضه اعمل حاجات كده في إنسان ايدي إنسان ولا لا، طماع. مش بتاعتي، لا آه. ما اتبسطتش ومؤجل كابتشينو الصبح وانت قاعد صباح الخير ولا وبدله مش بتاعتي. أيوه. كان مجال الشغل ساعتها ان احنا كان بيجي ميتنجز كتير انا نازل احضر فيها يعني. فكنت بحب اعمل الحركه دي قوي، لما يجي لي ميتنج انا نازل فيه افتح الشركه اللي انا نازلها الويب سايت بتاعها، ابقى عارف الناس دي بتاعت ايه، بحيث ان انت تبقى محضر الميتنج اللي انت نازله، الناس دي ممكن تتكلم في ايه برودكتس او ايه الحاجه اللي هتحصل، فتبقى جاهز على الاقل من ناحيه تعمل التكنيكاليتي، survey كده. تقدر تبقى بالظبط الدنيا معاك تمام. كان ساعات الويب سايت لمّا بيعجبني كان الفضول يخش ياخدني، هل الناس دي طالبة jobs والّا contact بيدوّروا us. على حاجة بالضبط، فاهم؟ فسبحان الله شركة حفر المصرية كانت طالبة ناس ساعتها، فدخلت لقيت 14 يوم شغل و14 يوم إجازة. أنا مش فاهم حلو الموضوع 14 ده field شغل site. أنا مش فاهم برضه حفر إيه، مش فاهم إن ده حفر بترول، أنا مش إمم. فاهم برضه إيه اللي بيحصل، بس اللي هو بعت interview، رُحنا حوالي 80 واحد. انا الناس دي اكيد بواسطه بقى اللي بيحصل في مصر، يعني في وسايط وفي حاجات آه. اجرب اديني ماشي لحد الاخر. امتحان اولاني في التاني في التالت، يلا اكسبتد ميديكال تيست. وكان ناس كتير متاخده ساعتها يعني، ما مش انا بس اللي جينيوس وعبقري واتخذت آه. يعني، لا الحمد لله رزق من ربنا الحمد ووفق. لله. ودخلت اتقابلت معاهم، خلصت الميديكال تيست، فضلنا قاعدين في الورش مستنين بقى توزيعنا على ده الفليت. الfield كانوا عندهم فليت كبير يعني، تقريبا 80 بريمه كانت مثلًا. في الصحراء، وحوالي 5 6 بريم في البحر. باعشق البحر من وانا صغير يعني. أنت كده تحقق أحلامك على خلصت ثانوي انا كهربا مقدم وبحر. في بحريه وعايز اروح بحريه، أنا ما كانش هندسه وربنا كرم بهندسه، وبقيت متضايق ان انا ما دخلش بحريه. فبقى من اول يوم انا عايز اروح بحر يا جماعه، بحر لا والله مش هينفع، بحر ده اكسبيرينس ما اعرفش ايه ده، مش هتعرف تطلع بحر الاول. ويشاء القدير واحد يتنقل من بريمه في البحر، محتاجين حد دلوقتي، تعالى يلا اطلع. طلعت وبدات طب خلّينا في بس أقف البحر. عند نقطة. أنت دلوقتي أمّا دخلت مجال الoil and gas، ف وأنت مهندس كهربا كنت بتشتغل زي ما تقول technical support بالضبط. أنت في يعني حاجة يعني simple في الsimple منه زي ما بيقولوا. آآ بُص بقى، أنت الشغل في البحر أو في الsites عامةً، آه. وأنا وشغل البحر كمان بالذات، أنت معاك بني آدمين هناك في خطر، ما دي فأنت النقطة عايز اللي أنا عاوز تقلل العدد بتاعهم على قد ما تقدر ال جدًا. إمم. فأنا ما عنديش وظيفة ما لهاش لازمة، لا، لأ، بمعنى ما أنا قصدي ما الفكرة إن أنت أصلًا قعدت فترة قد إيه عشان تعمل الtransition ما بين إن أنت كنت شغال مهندس كهربا موظف في شركة، وبين إن أنت رُحت مجال ما تعرفش عنه حاجة أصلًا، حتى في الكلية ما رُحتلوش أصلًا. فبدأت يعني الفترة دي عملت فيها إيه، أو مين اللي علّمك، مين رُحت عملت إيه؟ يعني أنت بتبدأ في مجال الoil and gas خاصةً assistant. خلّينا نقول مجال الoil and gas ده اللي هو فلوس العالم كلّها رايحة فيه يعني. بالضبط. فيعني هو بالضبط. الغلطة فيه بفورة أو يعني بالضبط، بالضبط. الغلطة بحياة ناس آه، كتير أوي، آه. بالضبط. الموضوع assistant title أصلًا بتاعي كان electrician، فني كهربا، ما فيش حاجة اسمها مهندس. وعندك assistant electrician الأول، وبعد كده تترقى تبقى night electrician، اللي هو تشتغل electrician بس بالليل، آه. وبعد كده تترقى تبقى senior electrician. كويس. فاسيستنت الكتريشن، مرحله الاسيستنت الكتريشن ان انت بتشيل شنطه العده وتمشي تغير اللمط، في باريزه عايزه تتغير تغيرها. اللي صنايعي. أنت عاوزه، أنت عاوز تبقى فرهود بالظبط. يعني صح. استحمل بقى آه. وتعلم وشوف الدنيا واحده واحده. عندك والعفريتة هو كلنا والهبلوت من آه. اصغر واحد لاكبر واحد آه. ما فيهاش غير عفريته. أيوه. كلنا بنلبس الافرول وننزل ونشتغل واحده واحده. بقى عندك سنسورز، عندك جنريتور، عندك ام اس سي هات، عندك لوح كهرباء. ده بدات تمشي خلاص، انت بدات تتحرك وصنايعي، انت حرفيا في الاول وفي الاخر صنايعي. انت الثلاثه تايتلز دول هم الوحيدين الموجودين في البريمه اللي شغالين او فاهمين في كهرباء، مفيش تاني غير الثلاثه دول. إمم. وثلاثه مهندسين، وفي زيهم ميكانيكا. صحيح. فتلاتة كهرباء وتلاتة ميكانيكا. الكهرباء واحد الصبح وواحد ليل، وفي النص 6 ساعات مع ده و6 ساعات مع ده مع السينيور الكتريشن. اشتغلت اسيستنت، بعديها اترقيت نايت، بعديها اترقيت سينيور. كان الموضوع الحمد لله كان سريع، ممكن تقريبا وزن سنتين ولا حاجه وصلت للسينيور. وسمعت عن تايتل جديد لسه بيتفتح في مصر اسمه اي تي او الكترونيك تكنيشن. ايه الفرق ما بين الالكتريشن والالكترونيك تكنيشن؟ قال لك ان ده هيتعامل مع اوتوميشن بس. عجبني الموضوع، بدات commissioning يعني زي اذاكر. ما بيقولوا. واوتوميشن سيستم بقى. إمم. انت البريمه اللي انا كنت فيها كانت موديل 84، حاجه فيري اولد فاشون. إمم.
انت كل حاجه بس عندك كلاسيك كنترول بقى وقديمه جدا 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 يعني. بقى البرامج الجديده جابوا 3 برامج جديده، فمحتاجين ان هم يعملوا التايتل ده عشان يبدا يشتغل في البريمه دي. وتايتل انترناشونال موجود في كل حته. بالمناسبه في الاويل اند جاز التايتل ثابت على مستوى العالم، مش في مصر عشان بس، ده هو تدرج ثابت معروف يعني، انت لان بتعرف هو التايتل اصلا بتاعك. يعني خلينا بس نوضح للناس ان موضوع الاويل اند جاز هو مينلي بيبقى جزء شريك اجنبي اللي هو بالظبط. جايب العده والمعدات بتاعته، والجزء الخاص بيه الجزء اللي هو المصري او الحكومي يعني اللي هو الارض او اللي بيطلع من بالظبط، جوه. الارض او اللي بيطلع ده اه بالنسبه لنا بنسميه الاونر، من اونر. واللي بيحفر هو الكونتراكتور اه وفي جزء، المقاول. وفي عشان نضيف برضو الجزء التالي اللي هو الجزء السيرفيس، السيرفيس، شركات شركات السيرفيس السيرفيس هم دول بالظبط. الثلاثه كومبوننت. بالظبط بالظبط بس عشان انا كنت قاعد مع اصحابي مهندسين بترول وشغالين في شركات، فهم بالظبط. اللي كانوا بيغششوني. اعلى فلوس هي اه الاونر عشان انا اه صاحب الارض. صحيح. بعديه بتيجي بقى السيرفيس، هو بيشتغل باليوم. ايوه لكن كونتراكتور اللي هي البريمه والاستاف بتاع البريمه هو صاحب البريمه، وهو اللي بيشتغل بالشهر، شهر وشهر او مدته ايا كانت قد ايه. فده بيبقى فلوسه ثابته وبس، مش زي مثلا الناس السيرفيس، لا هي بتتحاسب باليوم، ممكن الديلي ريت بتاعهم اعلى، بس في الاخر بقى بتتحسب انا بنزل اجازه قد ايه وده بينزل اجازه قد ايه. اه بس بعد كده حبيت موضوع الاوتوميشن، بدات اذاكر، بدات اخدت كورسات وانا اثناء الشغل، بحيث ان انا افهم يعني ايه بي ال سي وافهم يعني ايه اوتوميشن، وابدا اعرف الموضوع ده وما كنتش شايفه بعيني يعني. بدات بعد كده ادور على وظايف كتير بره، لحد ما ربنا كرم بوظيفه شركه من يو كي. اتصلوا بيا، جابوا الاكونت من على لينكد ان واتصلوا بيا عايزين نحدد انترفيو. عملنا انترفيو في التليفون. عندنا سايت موجود في ماليزيا ريدي تو جوين، يلا بينا. عملت انترفيو تاني اونلاين مع الناس بتاعت ماليزيا. طبعا زي اي شاب في مصر دلوقتي كنت متخوف من حته انتوا عايزين كوميشن، انتوا جايين فين، انتوا في نصبايا في الموضوع، في حاجه بتحصل مش معروفه. قلت اكمل معاهم لحد الاخر وفعلا طب كملت. انا هسألك سؤال معلش. انت دلوقتي الفترة اللي انت اشتغلت فيها السنتين دول، انت كنت بتشتغل اسبوعين واسبوعين اسبوعين تقريبا؟ واسبوعين بالظبط. انت الاسبوعين اللي كنت تنزل فيهم اجازة كنت بتعمل ايه؟ هو ده. اللي هو ايه بقى؟ فاول سنه دي طبعا انا دخلت بقى في سحله جواز وترتيب اه جواز، اتجوزت فوقت ما وريش حاجه، يلا بينا بقى نبدا نستعد. بدات بقى اركز على الحته دي، بدات خدت كورسات، بدات اذاكر، بدات اعمل اوفلاين بروجكت للبريمه بتاعتي، ازاي انقل البريمه دي واخليها بريمه اوتوميشن تكافئ البريمه الجديده، سوفت وير وهارد وير محتاج ايه، كبروجكت بذاكر منه من بس نفس في ناس الوقت اعمل بتقضيها برزنتيشن. يعني ان هي الاسبوعين دول بيقول لك يا عم انا بشغل طول الاسبوعين بعيد عن البيت وبتاع، والاسبوعين التانيين بالظبط. بيقضوهم بقى مش. وبصراحه برضو الموضوع ساعات كان بيحصل فيه كده نتيجه الضغط اللي كان الواحد ايوه طبيعه بيعيشه، فكان الحياه، بس بيحتاج في حاجه زي النهايه دي انا بالظبط. بسالك ليه، عشان بحاول استرس على نقطه ان انت اوريدي ما تعاملتش مع الموضوع كموظف. رغم ان احنا في سننا في الفتره دي وانت صغير، اكيد ريت او الفلوس بتاعه البترول اعلى من كونستراكشن في حاجات كتير. بالظبط. فانت ممكن يعني زي ما بيقولوا ايه تأنتخ وما تعملش حاجه بالظبط. وخلاص، يعني يا جماعه كفى الله ونشر القتال، ما مش هنعمل حاجه. بالظبط. بالظبط. بس انت بقى كملت فكره ان انت ذاكرت وقعدت تدرس البريمه وتعرف انت المفروض تعمل فيها ايه. يعني انت عاوز تغير تنقل حاجه من بقى من سنه 84 ل 2012 ولا 13 بالظبط. صح؟ بالظبط. فانت بتحلم يعني اصلا بالظبط. كان على الاقل بالنسبه لي مذاكره يعني هتفيدك في حاجات هتفهمك كتير، اه. هتوريني انا ايه الكومبوننت اللي انا محتاجها، صحيح. هتخليني استدي، هجو اكسترا، بعمل ريسيرشز كتيره، فبذاكر كتير، فبفهم ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، بنزل داتا شيت وبقرا عشان اعمل سيلكتيف لبعض البرودكت، واشوف السلكشن بتاعي هيوديني لحد فين، وبناء عليه اترتب ايه تاني انا بقول لك ده ليه، لحد لان ما انا اوصل. انا بشكل شخصي اعرف زمايلي يعني سواء مهندسين بترول او شغالين سير في شركات بترول. هو الفتره دي بيشتغل وخلاص واجازه، يعني ممكن في ناس عندها شغل تاني في فتره اللي هي اللي هو الاوف بالنسبه لهم اللي هو اسبوعين او تيفر. وفي ناس ما يعني قليل اللي هو بيستغل الموضوع بشكل تاني في المجال يعني. اه بالظبط. بس فاحكي انت بقى ربنا كرم ورحت انترفيو في شركه ماليزيه، بالظبط. وكنت فاكر ان هم يخطفوك. كنت فاكر اللي هو بقى يحصل، فاهم، اللي هو ادينا فلوس، لا اللي هو قبل ما امشي اللي هو انا في اكونت بيكلمني من يو كي برقم يو كي، مم. كانت بنت، وهنعمل انترفيو وهنحاول، طب حد كلمك النهارده بقى هيكلموك بكره، جهز نفسك هتسافر الاسبوع الجاي. يعني هتقولي بقى في الاخر احنا عايزين فلوس ويلا وادفع وما الاقيش حاجه، ده اها. برضو تخيلي والسني واللي بسمعه واللي بشوفه، فمش فاهم برضو ايه اللي بيحصل. خلي بالك احنا بنتكلم سنه 2012 2013، مم. يعني كان لينكد ان بالنسبه للناس ما حدش عارف يعني ايه لينكد ان لسه، ما فاهم كانش حد يعني، في حدش فاهم. فيسبوك اصلا، ما كانش بالظبط، لسه يعني. يعني لسه حدش فاهم يعني ايه لينكد ان، آه. فاللي هو الدنيا لا ما مش واضحه لسه بشكل تمام.
فكملت لحد الاخر لحد ما جالي تيكت الطيران بتاعي من غير ما ادفع اي حاجه. كويس. فحسيت ان الدنيا تمام. سافرت. بس انت في الانترفيو ده اعتقد كان ليك موقف مع الناس ده كان في انترفيو تاني. اه قبل ما اوصل للانترفيو ده، اه كنت انا بذاكر عشان خاطر حته الاوتوميشن ان انا اطلع على تايتل اي تي، ده اللي كان اه نفسي اطلعه. وده اللي طلعته في ماليزيا يعني. فكان في شركه اسمها العربيه الحفر، شركه سعوديه، كانت بتنزل مصر تعمل انترفيوهات وتاخد الناس من مصر. مم. فعاملين انترفيو، عاملين اعلان احنا عايزين وظايف كذا كذا كذا، وكان في وظيفتي كالكتريشن، وكان في سينيور الكتريشن او شيف الكتريشن، وكان وظيفه اي تي، انا قدمت على اي تي. فرحت اعمل انترفيو، فسالت سؤال، تعرف ايه عن الانفيون؟ ما اعرفش يعني ايه انفيون. قلت له ما اعرفش يعني ايه انفيون. وانت اصلا كنت بتذاكر في الطبيعي. فذاكر، بس دي اه حاجه مش اه موجوده، اه ما خدتهاش خدتها في خدتهاش في الكلاس. المذاكره بتاعتي، بالظبط خدتهاش في الكلاس. فخلاص تمام، فرصه سعيده. طب تسالني اي سؤال تاني بقى؟ اي حاجه يعني. انا جيت بقى خلاص. اه لا والله خلاص، فرصه سعيده جدا، شكرا ومع السلامه. مم. وبعد كده سافرت ماليزيا. كان بالنسبه لي تشالنج كبيره جدا يعني. انا سايب وظيفتي في مصر، شركه تعتبر ستيبل حكومه بوضع جميل، بوظيفه كويسه، بوضع اجتماعي في قلب مصر، ان انت موجود في شركه بترول والانكم بتاعك كويس. سايب ده رايح على وظيفه انا ستيل ما اشتغلتهاش، انا ما مسكتهاش في ايدي، ما طب انت حصلتش اللي مني. خلاك تسافر، هل حب استطلاع كتجربة جديدة، ولا هو الموضوع كان مادي برضو، جزء ما مادي فكرش بقى دي خالص، ولا هو؟ خالص 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 لا لا خالص. عادي ملاح. لان انا لما ناس كتير من الناس المقربين اللي جوه مجال البترول، لما كنت بعرفه الاوفر اللي جاي، كان بيقول لي انت مجنون ما تروحش. مم. المرتب كان قليل، ما كانش رقم كبير مقارنه بالمرتب، طبعا كان اكتر من مصر، ولو كنت فضلت في مصر كان ممكن اخد رقم اه كان ايكوال، بس اللي هو بالظبط الفروقات مش كبيرة قوي. حابب المغامره وحابب الوظيفه الجديده وحابب ان انا اكون موجود بره. وفي نفس الوقت انت مش زي اللي حاصل في الوقت ده. انا مسافر خليج، انا اه انا مش مسافر خليج. مش عايز انت اوصل لحته ان انا اسافر خليج، انا رايح فاهم؟ لعند انا رايح ماتير ماليزيا، انا رايح ماتير رايح محمد. رايح حته تانية اه خالص، رايح اه اشوف ناس تانية في ثقافات تانية، اكيد هتعامل معاها تماما. وده فعلا اللي حصل. رحت اولا يعني بتكلم ان انا الحد العربي الوحيد اللي في الشركه، مفيش عرب تاني. دي كانت بالنسبه لي تشالنج كبيره جدا. في نفس الوقت رحت انا بقى مذاكر سيمنز وعارف سيمنز، ومصر كلها شغاله سيمنز في مجال الاوتوميشن بتاع البترول. رحت لقيت عندهم حاجه غريبه. ايه الحاجه الغريبه دي؟ قال لك انفيون. قلت له شكرا. اللي سألته اتسالت هناك. عليها اتسالت عليها من كام شهر، قلت لهم ما اعرفش. لما شفت السيستم ده قدامي، انا فكرت جديا ارجع مصر. ارجع، انا مش هقدر اكمل، مم. انا مش هينفع اروح الحته دي. مم. انا مش عايز اخش المجال ده خالص. انا خليني ارجع بقى لحتتي، اللي انا عارفه بقى هناك، وربنا يكرم باي حاجه تانية. سبحان الله. كان ضغط بقى، شغل كتير جدا. البريمه كانت لسه في الستيج بتاعه الشيب يارد، وخارجه من الشيب يارد ورايحه على الاوبريشن في فيتنام. معلش بالراحة كده، الشيبيارد ده اللي هو ايه؟ المينا اللي انا بتصنع انا البريمه. بسأل عشان الناس دلوقتي انا بعتبر نفسي كمشاهد معاه. فعشان كده بقول لك ايه، حاول توضح لهم المسميات. بالظبط، البريمه اه بتتصنع او المركب ممكن عامه. حد اصلا مش عارف يعني ايه بريمة عامة، فممكن تشرحها برضه عادي، مفيهاش حاجة يعني. اوكي، البريمه هي عباره عن مركب عايمه فلوتنج في الميه، بتفضل عايمه زي ما هي لحد ما توصل للمكان اللي هم خلاص هيحفروا فيه. بيبقى ليها جاكيت او رجلين، بتنزل الرجلين في الارض، تطلع لحد فوق وتبدا تحفر في المكان ده. فمراحل تصنيع البريمه زيها زي اي مراحل تصنيع لاي مركب. اه بتتصنع بقى سواء جوه حوض عايم او حوض مقفول او ايا كان شكله ايه، وتطلع من الشيب يارد وتعوم بقى لحد ما توصل لمكانها اللي هتحفر فيه يعني. فاحنا بقى كنا في الستيج بتاعت خروجها من المينا، وان يتعمل لها اكسبتنس عند الاونر صاحب الارض اللي هو كان بتروناس. وبتروناس كانت داخله كونتراكت مع الحكومه في فيتنام عشان خاطر نحفر في فيتنام. فلازم يتعمل اكسبتنس كتيره جدا، ويتعمل شويه تستات كتيره جدا، وشويه حاجات كتيره جدا. وانت رايح لهم لسه جديد. وانا مش فاهم اي حاجه في اللي قدامكم يعني. انا من ضمن الكلام الجميل مثلا ان انت لسه بتعلق اهو تقول لي وضح الحاجات يعني ايه. انا حد قال لي في مشكله في الفينجر بورد. انت تعرف يعني ايه فينجر بورد؟ تعرفش يعني ايه انا ما كنتش عارف يعني ايه فينجر بورد، زي ما انت تعرفش كده بالظبط. اه اللي هو يعني تخيل ان حد بيقول لك ان في مشكله، وبيقول لك المشكله هي ايه، اطلع حلها، وانت ما تعرفش هو ايه الديفايس اللي بيتكلم عليها وايه الاكويبمنت اللي بيتكلم اه عليها. انا في حته تانية خالص. الدنيا سودة، فاهم؟ انا بخش انام شيفتي من 6 الصبح ل 6 بالليل. والتايتل ده بالمناسبه انا لوحدي، انا ما عنديش حد ولا مفيش حد فوقيه ولا هيعلمك تحتيه، اصلا. ولا في حد يقول لك help اي حاجه. yourself.
بالضبط، فأنا لوحدي ما فيش حد تاني، أنت كل الناس الcrew اللي في البريمة شايفينك genius وأنت مش فاهم أي حاجة. انت مصري مش انت فاهم أي مصري حاجة. انت فاهم، عارف انت هتطلع نار من بقك دلوقتي. فأخش أنام بالليل الساعة 18:00، يعني أقعد أصلي وأدعي يا رب يعني يوفقني في اللي أنا فيه، وأخش أنام، ييجي لي مكالمة الساعة 10:00 الساعة 10:00 في الأوضة، والّا 12:00 والّا 2:00 تعالَ عشان عندنا مشكلة. حاضر أطلع، مش عارف إيه المشكلة. ربنا كرم بشوية حاجات، زي إن الشركة اللي كانت مسؤولة عن الsystems كانت موجودة، بدأت أبُص، أراقب، أشوف، اتعلم أذاكر، أسهر بالليل extra، واحدة، 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 الحمد لله الدنيا بدأت تتحرك معايا. في نقطة حلوة أوي اتعلمتها من مصر، ورُحت بيها هناك، مش اتعلمتها، أنا اكتشفت إن هي موجودة أو إن أنا باعملها. أنا على طول شايف نفسي قليل في الشغل بتاعي، على طول شايف نفسي ضعيف، على طول شايف عاوز نفسي تتعلم إن على اللي طول. قدامي لأ، مش من أجل إن أنا عايز أتعلم، أنا شايف إن مديري شايفني وِحِش، اه أنا شايف إن مديري شايفني مش كويس. تمام فده كان في أول مدير ليّا في المجال البترول. مديريني في أي حاجة تانية بالمناسبة هم يعني لمّا كنت في راديو شاك، هو ما كانش مهندس، فما كنتش شايف إن هو أنت هتقدر تقيّمني، ودي من ضمن الحاجات اللي خلّتني مش قادر أكمّل في حتّة زي دي، أنا مش في مجالي، أنا مش في الحتّة اه بتاعتي. فمديري في الأول بريمة طلعت عليها في مصر كان من جنوب أفريقيا. اتعلمت منه كتير. في الاول كان بيتعامل معايا باسلوب اللي هو انت لسه جديد، انت مش فاهم حاجه انت. فكنت على طول شايف نفسي في الحته دي، انت شايفني كده، انت شايفني وحش، انت مش راضي تثق فيا، انت مش تديني حاجه. كنت بتاخدها من ناحيه سلبيه ولا ايجابيه بقى؟ بالظبط، هي ما عمري ما خدتها موتيفيشن. سلبيه، كنت اه على طول باخد ان انا لازم ابقى كويس، اتعلم فطول اه الوقت كنت بشوف نفسي قليل. فكنت باتفاجئ لمّا يحصل موقف مثلًا والاقي إن هو حاطط فيّا ثقة، موقف حقيقي بقى تحت pressure وهو حاطط فيّا ثقة، كويس. فكنت بابُص بحتّة زي دي، وده اللي لقيته automatically اتنقل معايا بدون قصد منّي، وحصل معايا في ماليزيا. أنا شايف نفسي في وسط الناس كلّها وِحِش، الناس بتقول لي: "أنت كويس." باقول ما بيني وما بين نفسي أنتم مش عارفين أنا أنا مش اللي أنتم بتقولوا عليه، أنا ربنا وِحِش، سترها معايا. أنا وِحِش، أنا وِحِش، يعني اللي هو بس قصدك خلينا نقول انت قصدك كوحش ان انت شايف لسه ما وصلتش، ان انت لا من خيوط الموضوع، بالضبط، فعاوز كل شويه تتعلم بالضبط، وتشوف وتعمل. بالضبط، بس هو بالضبط، عشان برضو الناس الاجانب هم عندهم الموضوع بيبقى سبيسيفيك شويه، ان انت لو عارف معلومه بتعملها صح فانت كده راجل بطل. بالضبط. احنا في مصر لازم تبقى عارف كل حاجه، انت شايف بالضبط، الضربه جالك بالضبط، منين. بالضبط، 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 دي فهو حقيقة. هو بيتعامل معاك ان انت شاطر في دي، فانت كده خلاص بيرفكت. بالضبط، بس انت ال 10% هم ال 90% مش شايفه، انت اللي شايفه. بالضبط، بالضبط، لكن إحنا هنا في مصر لازم تبقى عارف مش 100%، 200%. بالضبط، دي لإن حقيقة، ما ومستني فيش منّك إن أنت ما تعرفش. لإن بس عندنا بقى في البحر، كان بحر بالذات، كان في مقولة تانية بتتقال، كان فيها شوية من المصريين ودي السبب اللي أنا نجحت هناك معاهم، إن أنت في البحر ما ينفعش تقول ما أعرفش. مش بالمعنى اللي عندنا في مصر إن أنا أفتي، بس ظروفك شغلك في البحر إن أنت ما لازم دايمًا تفكّر تقدرش في حل. يبقى عندك مشكلة ما لهاش حل. أيوه. يعني كان عندنا مخرطة جوه البريمة، إمم. أنت فاهم إحنا يعني أنت معاك مخرطة كاملة جوه، إمم. أنت عشان خاطر مش هينفع تقول ما فيش. أيوه. أنا ممكن أوصل لمكان، عشان نوصل له إحنا ممكن نقعد بمركب 14 ساعة عشان أوصل للsite اللي فيه البريمة. أيوه. فمعنى كده إن أنا لو عطلت على مسمار مش عندي، إحنا نستنى 14 ساعة لمّا ييجي لنا. يا كنا عالم بقى المسمار ده هو معايا فين؟ ما أيوه. هو ممكن ده يكون في life safe equipment موجود عندي، لو مش موجود إحنا هنموت، أو ممكن يكون في معدة لو ما المسمار ده ما جالهاش أنت هتخش في down time وهتخسر فلوس كتيرة. وبالمناسبة أنت إيجار البريمة الdaily rate بتاعها في اليوم بيوصل ل$200,000 في بعض أيوه كده فرّحنا الأماكن. بالأرقام عشان الناس بس تبقى عارفة. فأنت متخيل كشركة النهارده عندك بريمة مستني إن هي تدخّل لك $200,000، أنت صحيت من النوم ما دخلوش ليه؟ آه. أصل في مسمار ناقص. إمم. الموضوع لأ، ما الموضوع هناك كان صعب في حتّة زي دي. فأنت كtitle محطوط في حتّة زي دي، أنت لازم تبقى قد الtitle، أنت لازم يبقى ما فيش مشكلة معاك، طب فلازم أنا تبقى أنا عاوز قدّها. يعني على ذكر موضوع الفلوس والأرقام، يمكن زي ما قُلنا في الأول حلقة إن موضوع الoil and gas هو بيتعامل مع لغة الbusiness والفلوس على مستوى العالم. هو العالم كله شغال عشان البترول دي والكلام ده حقيقة. كله. فموضوع فكرة إيجار البريمة ب$200,000 وإن أنت بتعمل حاجة more specific أوي، فلازم كل واحد يبقى عارف دوره صح وبتاع. دي بتخلّي الموضوع أصلًا أنت في الأول بيتعمل حاجة اسمها orientation وsafety على أعلى درجة، ويعني قصة كبيرة يعني برضه. أنا عاوزك يعني نتكلم في القصة دي، لأن الموضوع ممكن يكون الناس مش مستوعبة يعني أنا اللي بيروح مثلًا بيروح سفاري في جوّه البحر
يبقى شايل الهم يعني، فاهم؟ هو رايح يتفسح. ما بالك انت بالظبط. بتعمل شغل جوه البحر اصلا على بريم بترول بارقام كبيره جدا. بالظبط. كان في حاجه حلوه موجوده في اي حته انترناشونال برضو في اي بريمه حتى في مصر، ان احنا كان عندنا حاجه اسمها تريننج ماتريكس. التريننج ماتريكس دي جواها كل تايتل، انا ايه الكورسات اللي لازم اخدها او ايه اللايسنس اللي لازم اخدها عشان خاطر اقدر اشتغل الشغلانه دي. في حاجات هي اساسي ما اقدرش اعملها من غيرها، يعني ابسطها مثلا الكورس واللايسنس الموجوده لكل الناس اللي شغاله على البريمه، سواء كان روم بوي او حد من الكاترين كرو او ايا كان التايتل بتاعه، اللاندري مان او حتى مدير بريمه من اصغر حد لاكبر حد، ان هو كورس حاجه اسمها هيوت، اسمه هيليكوبتر ايه؟ هيوت، هيوت. اه. هيليكوبتر اندر ووتر اسكيب تريننج. احنا هنغرق، ما نغرق هنعمل ايه يعني؟ بالظبط. بس. انت الكورس ده جميل قوي، حلو قوي. كنت بحبه جدا. بس كنت اللايسنس عايز تروح بتاعته تروح بحريه. الله، كنت يعني كنت بتجدد كل سنتين، فكل سنه كنا نروح نلعب في المايه كده اه. شويه. هو عباره عن ماكت طياره هليكوبتر متشاله بونش، بتركب جواها وتقعد، وجنبيك ازاز، تكسر الازاز والطياره تتشقلب بيك في قلب المايه، وانت جوه حمام السباحه في المايه من تحت، وتفك الحزام بتاعك وتطلع من الطياره وتفتح اللايف جاكيت، ان شاء الله بحيث خير. ان هو يضمن ان انت لو حصل والطياره وقعت هيضمن بيك فعلا. تقدر هو هيضمن فعلا. يعني كان في حته بتشغل بالي على طول، هو يعني ده لو وقعت في الميه، طب لو وقعت في الارض هتعملوا ايه يعني؟ فده يعني كل كورس، كل حاجه جوه الشغل كان ليها كورس. يعني عندك تنكات كتيره، بطن البريمه كلها من تحت تنكات، مم. ما اقدرش اخش جوه تانك غير لما يكون معايا تريننج خاص بدخول التانك اللي هو confined space entry. مم. وعندي confined space entry وعندي confined space rescue، ان انا عندي تيم جاهز اللي هو ريسكيو تيم، لو حد دخل confined space وحصل اي حاجه ونزل اطلعه من جوه التانك، لازم تاخد كورس على حاجه زي دي. عندي الليفتنج، الريجنج، عندي الوركينج ات هايت، عندي سكافولدنج، عندي كل حاجه هتعرض ليها جوه الشغل ليها كورس وليها تريننج وليها لايسنس على حسب هي فين. يعني السكافولدنج انا لازم يبقى عندي جوه البريمه حد مؤهل ان لما يجي حد من الكرو جديد ادي له كورس ازاي يبني سقاله. سقاله وازاي يطلع لها رخصه. يعني ما هو انا مش هجيب حد من بره في اوبريشن عندي. فاير صحيح. فايتنج، انا الفاير فايتنج مش هجيب تيم فاير فايتنج يجي يقعد في البريمه قاعد طول اليوم هو فاير فايتنج، لا انا عندي الكرو بتاعي يتدربوا عشان يبقوا فاير فايتر، يقدر وقت الحريق ان هو يخش يطفي حريقه. احنا بنتعامل في، يعني خلينا نقول كده ببساطه، ان احنا بنتعامل في موضوع الاويل اند جاز، الناس اللي على البريمه كلهم ان كلهم رجال اطفاء ورجال سيفتي بالظبط ورجال اوبريشن بالظبط بالظبط ومهندسين. بالظبط كلنا بالظبط. بنتعاون في اي دي ريسك حقيقه. يحصل جوه البريم. بالظبط. كورس الفاير فايتنج اه. هو كل الناس لازم تاخده، يعني ده اه. حاجات من الحاجات الاساسيه جوه، على حسب بعد كده في فاير فايتنج عادي وفي فاير فايتنج ادفانسد، على حسب انا التايتل بتاعي ايه جوه البريمه. يعني زي ما بيقولوا، خلينا في حاجه اسمها الميجور والماينور. احنا في شغل الاويل اند جاز في البريمه كله ميجور، ما فيش بالظبط حاجه بالظبط. من سواء ضمن تخصصك او الحاجات اللايسنس اللي انت بتعملها. بالظبط من ضمن الكورسات اللي كنت واخدها كورس اسمه كوكسوين. بس احنا في الانشاءات بناخد اوشا ونيبش، في صباح الفل بنبقى طيارين لا لا بالظبط. بنتكلم في قصه تانية خالص يعني. كان عندنا كورس اسمه كوكسوين. كوكسوين ده انت ازاي تسوق اللايف بوت، عارف اللايف بوت اللي هي اه. كبسوله كبيره، ازاي تسوقه، مم. ازاي تسوقه بالليل، وازاي تتحرك بالبوصله بتاعته، وازاي تدوره، وازاي تنزله من البريمه، وازاي تطلعه تاني من البريمه، وازاي تعمله مينتننس. دي دور انا عندي كام تايتل، اللي هو بيبقى واقف في الماستر ستيشن في الماستر بوينت اللي بيجمع الناس ويدخلهم ويخش وينزل باللايف بوت بتاعه. الاهم من الكلام ده كله بقى، احنا بنتدرب على كل السيناريوهات المحتمله معانا على الاقل مره كل اسبوع. انت دايما بتعمل حاجه اسمها الورست كيس سيناريو. بالظبط. انا عندي دريل، انا عندي فاير دريل، انت نايم في امان الله فجاه بدون اي حاجه، دريل تسمع في الاوضه بتاعتك وانت نايم فاير الارم. ايه بقى السيناريو اللي انت المفروض تعمله؟ انت وظيفتك ايه؟ انت وظيفتك اكس، انت المفروض ان انت بناء على الستيشن بيل بتاعتنا انت تبقى موجود في الحته الفلانيه دلوقتي، موجود في اوضه الجنريتور، موجود في بتفصل الكهرباء، موجود على اللايف بوت عشان تتاكد ان الناس تمام، بتعد الناس، واقف في الكنترول روم، بتتابع الدنيا، بتتصل بالاداره. كل واحد ليه وظيفته وعارف وظيفته وقت الفاير ايه وبيستعد لها وبيعملها، وبنبدا نتابع ونعمل مونيتور ونعمل ريبورت في الاخر احنا النتائج بتاعتنا كانت عامله ازاي. من ضمن الحاجات اللي حصلت معايا في ارامكو في السعوديه واحنا شغالين، كانوا بيعملوا ثواني دريل. بس ثواني بس. اوكي. احنا يعني الناس بس في حاجه اسمها السيميوليشن، زي ما بيقولوا المصيبه ما هتحصل. بالظبط، هو ده ده معنى ملخص اللي دريل، انت قلته هو ده صح. معنى دريل بالظبط. فالمصيبه دي انتوا بتبقوا كلكم جاهزين، والمفروض خلال دقيقه ماكسيموم 5 دقايق يا سيدي، مش مشكله، يلا، مع ان الدقيقه دي في موضوع الاويل جاز حاجه كبيره، 60 ثانيه كل واحد عارف هو بيعمل ايه.
فانت المفروض بتاخدوا ترين كل اسبوع ان انت ما يحصل مشكله، ولازم كلمه مصيبه عشان الناس ما تضايقش. انت عارف انت هتقف فين وتعمل ايه، فتتحول من ان انت راجل اصلا مهندس او تعمل جزء تكنيكال، لان انت راجل زي ما بيقولوا فرد او عسكري في ميدان المعركه. دي حقيقة. صح بالظبط كده؟ بالظبط بالظبط. طيب اللي بيديكوا الكورسات دي، هل المسؤولين عن الحفر نفسه، اللي هو البريمه، ولا بتبقى دي بوليسي عالميه؟ لا 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 ستاندرز باماكن ابروفد. يعني عندنا مثلا حاجات البحر، عندنا مكان اسمه اوبيتو، ده حاجه انترناشونال. لازم المكان يبقى سيرتيفايد من اوبيتو عشان يقدر يطلع لي اللايسنس دي اللي انا تمام هشتغل تمام. بيها في الكلام ده. بالظبط. او على حسب كل حاجه بقى ليها بس الحته بتاعتها. اللايسنس والحاجات دي مفيش فيها كاتيجوري، يعني هي لكل واحد مهما كان بالظبط. بيشتغل ايه، كل من وظيفه العامل ليها لمدير اللايسنس بتاعتها. وفي البريمه. حاجات موجوده عند الناس كلها. يعني في لايسنس اسمها H2S اللي هي بتاعت غاز ال H2S، اه ان انا باخد كورس ازاي استخدم الاسطوانه والماسك بتاع انا قلت لك انا في الجاز الحرب عشان بالظبط. اصل انت ال H2S موجود، انت ايوه. بتنزل في حته بتشم H2S، انت م- عارف ان في H2S. م- بعض الاوقات انا ما اقدرش ابقى متواجد في البريمه من غير ما ابقى لابس جاز انديكيتور معلقه في الافرول بتاعي شغال 24 ساعه مفتوح معايا، عشان لما الجاز يطلع انا بيديني الارم لنفسي، مش هستنى لما الالارم بتاع البريمه يشتغل. صحيح. غاز ال H2S يعني ربنا يكفينا شر الموضوع ده، من الحاجات القويه جدا. تركيزها ممكن يوصل لدرجه معينه لو انا خدت نفس قبل ما يطلع الواحد يكون ميت، فالموضوع بتاعه صعب جدا. وفي التركيزات العاليه ملوش ريحه، فالموضوع بالنسبه لنا بيبقى مقلق جدا. فعشان كده معمول له لايسنس مخصوصه، ما حدش هيطلع غير لما يكون معاه اللايسنس بتاعت ال H2S. طب بمناسبة المواقف اللي هي بيحصل فيها، ما تحكي لنا كده موقف انت حصل مشكلة في بريمة وكانت هتغرق لك اطلع شوف دي وانا في ماليزيا اترقيت، اتنقلت الاوفيس بقى خالص، رحت شغلت في الاوفيس. وكان عندنا مشكله في بريمه. البريمه زي ما احنا قلنا هي سفينه عايمه ليها 3 رجلين. ال3 رجلين بتنزل في الارض، وبعد كده تبدا هي تطلع خالص فوق، ويبقى في اير جاب ما بينها وما بين الميه بمسافه كبيره، يعني 20 30 متر ايا كان بقى، هنطلع بمسافه قد ايه. وبعد كده اوصل بقى ان انا خلاص هريلوكيت المكان بتاعي وهتحرك وهعمل ريج موف، او هتحرك بالبريمه على مكان تاني. فببدا انزل بالبريمه لحد ما ابقى عايم على الميه، وابدا اطلع رجل من البريمه. طبعا اللي انا بحكيه باين اللي هو سهل، بس تطليع رجل البريمه ممكن تبقى غارزه في الارض تحت 5-10 متر تحت الارض، وعشان ابدا اطلع الكلام ده الموضوع بيبقى صعب جدا. لدرجه ان انا ممكن استخدم البمبات اللي جوه البريمه اللي هي بنستخدمها في الحفر، ان انا ادخلها جوه رجلين البريمه عشان تبدا معايا. تزق وتبدا تضرب لي البنتريشن اللي تحت ده، وتفتح لي التربه عشان اقدر اطلع رجل البريمه من تحت. فلك ان تتخيل البريمه بالانسد وموزونه دلوقتي، ونزلت بيها لحد الميه وعايز اطلع الرجل دي، فكل ما بزقها لفوق البريمه تبدا تميل تميل تميل. طبعا الكنترول بتاع الكلام ده كله شغال بالبي ال سي، بيتحكم لي في الحاجات دي كلها. ف الرجلين نزلت ووقفت على الجنب ده، وخلاص عطلت، مفيش، ما بتطلعش. تطلع تطلع تطلع، ما فيش. الموج بدأ يعلى، الفوركاست جاي ان في حصل اوفر تيرنينج، هيحصل ميه تاني تيجي، وان ممكن يحصل مشكله، وهما بيحاولوا يتصرفوا، ما فيش. كنت انا في الاوفيس ساعتها في كوالالمبور، وكانت البريمه دي موجوده في ماليزيا. انا اتحركت، اتقال لي كده من الاوفيس وانا بتحرك: انت هتروح معاك 10 دقايق تشوف خلال ال10 دقايق هتعرف تطلع رجلين البريمه ولا هتعمل اباندند يعني هتخلي البريمه من تقريبا كان في 100 شخص في البريمه، هنخلي ال 100 شخص نطلعهم في بامان. $200,000 راحوا دلوقتي. 200,000 ايه ده؟ بريمه كامله. فانت راجل اصلا خوفك من قبل ما اروح، انت رايح بهدك كبير جدا، اللي هو انا يا يعني فندم بالظبط، اللي هو يعني ربنا يسهل. شكرا على ثقتك الغاليه بس مش دلوقتي. طلعت رحت طبعا بريشر عالي جدا. فضلت بقى طول الطريق سواء للمطار او من المطار بالهليكوبتر لحد البريمه، انا قاعد باللابتوب عمال بفرض كل السيناريوهات المحتمله، ايه الايرورز اللي ممكن تكون موجوده اللي وقفت دي، طب ايه السنسورز اللي جايه اللي انا اقدر اعمل عليها فورسد واعمل الغي القيمه بتاعتها او افرض قيمه من عندي، بحيث ان انا اقدر اتفادى الموقف. وكنت شاكك في حاجه معينه، وربنا كرم، رحت وصلت اللابتوب، حطيت اللابتوب، عملت رن، السوفت وير اشتغل اوبريت، حركت الجويستيك، لقيت الرجل طلعت. الله اكبر.
فضلت واقف معاهم لحد ما الحمد لله طلعنا الثلاث رجلين وعملنا التوينج بتاعنا ورجعنا لحد اللوكيشن الجديد، وخدت هليكوبتر ورجعت على الاوفيس. كان ولك تكريم حاجه كبير بقى، جميله جدا جدا مفيش يعني. بونص اي لا ما حاجه كانش ارجع؟ فيه فلوس والله، كان فيه احتفال بس وخلاص وشكرا مفيش على كده يعني. كرمش 10 جنيه ولا حاجه؟ بالظبط طب يعني. فكرني في فيلم السفاره في العماره، عادل امام اما حصل مشكله هو راح ايوه بالظبط. فاهم؟ ايوه شكرا وتصفيقتين وخلاص. بالظبط يعني. بس بتبقى من اللحظات الممتعه جدا اللي الواحد بس الموقف ده بيحسها. اكيد اثر فيك، ان انت على المستوى المعنوي ان انت اداك ثقه كبيره في نفسك اكيد اكيد الحمد لله كلونج يعني. تيرم يعني. بالظبط بالظبط الحمد لله يعني. قعدت انت بقى في ماليزيا بعدها شويه ورحت بقى السعوديه؟ قبل السعوديه الاول رحت الصين. رحت الصين بالظبط اه، مع شركه صينيه. قعدت قعدت تلف معاهم انت انا في اسيا. هناك كان يعني الحمد لله قعدنا شويه معاهم. بس كوكب الصين ده كوكب يعني، ده انت مثلا انت قلت صح. ماليزيا ماشي مبلوعه شويه ان ماليزيا انت جميله مش مبلوعه، لا، ماليزيا مبلوعه ان جميله انت لما قوي. تسافر اول مره ايوه انت هتتبسط. هتلاقيني يعني مسلمين بلد زينا اسلامي ومش اي اسلامي، اه انت عندهم تقديس اه لكل حاجه جميله يعني، فاهم؟ انت و- بتستمتع في صلاه الجمعه، انت شايف حاجات حلوه. بالظبط. الخطيب واقف بلبس ازهري بتاعنا ومبسوط وسعيد وعارف هو بيقول ده اكبر ايه الجاليات الاسلاميه في اسيا يعني ماليزيا. بالظبط اندونيسيا وبعديها اه ماليزيا بالظبط. فماليزيا لا بالنسبه لي كانت كويسه، الاكل حلال تمام. صحيح. بغض النظر هو حلو ولا وحش، بس على الاقل في اكل حلال وفي فرايتيز للاكل كتير، انت عارف تاكل براحتك يعني. الصين لا الموضوع كان طب انت صعب في كل ليه حاجه. رحت الصين؟ يعني جالك برضو جوب جالي اوفر اوفر تاني كويس؟ من شركه في الصين على تايتل بقى اي تي، اللي هو التايتل الاولاني خالص اللي كان عندي. وحسبتها ماني وايز واخترت ان انا اروح للفلوس، وكانت غلطه من الغلطات اللي انا عملتها. آم، اخترت فلوس على حساب تايتل، على حساب مكان انا وصلت لها في شركه في وقت قصير. لتايتل كبير جدا. تايتل انت حد النهارده في الشركه ليك اسم، ليك مكانه، كويس. بيتعمل لك حساب في اي حد مع اي حد. ورحت لشركه تانية عشان خاطر مرتب اعلى يعني وتايتل اقل. الصين بلد جميلة، مش هنقول حاجة وحشة عليهم، بس هم زي ما انت قلت كوكب، انت اه رايح كوكب مقفول كوكب، انت اه. مش رايح دولة، انت مم. رايح كوكب. هم ما يعرفوش حاجة عننا ولا نعرف حاجة عنهم، هم مقفول عليهم كده في مم. اسطوانة صغيرة متحاطة بيهم. كل حاجة مقفولة يعني، ما عندهمش يوتيوب، ما عندوش جوجل، ما عندوش فيسبوك، ما عندوش واتساب. هو ما يعرفش انت هو بيشتغل فين، بس، هو هو مش فاهم في بياكل ويشرب اي ويشتغل. حاجه بالظبط يعني. احنا كنا بنجهز بريمه هناك، فضلت قاعد في بروجكت هناك عشان نجهز بريمه ناخدها الميدل ايست. واحنا بنتحرك بالبريمه، الكرو الصيني اللي هيتحرك معايا بداوا هم كاداره، هي كانت شركه تبع الحكومه الصينيه. فبدات الشركه دي تجهز الكرو ده ازاي يتعاملوا مع البني ادمين اللي بره كوكب الصين. يجهزوا يتعاملوا ازاي يلبس كرافته ويعملها، ازاي يقعد في ميتنج، ازاي يحط رجل على رجل، ازاي يسلم بالايد، ازاي يتكلم مع حد في ميتنج. انا طبعا الكلام كله كان مكتوب بالصيني، بس انت شايف من الصور اللي قدامك هو اه. بيحاول يشرح ايه في الحاجات اللي قدامك، لان هي مم. كانت زي كتيبات بتتوزع عليهم، بلس محاضرات كتيره، بلس 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 كلام كتير كان بيتقال لنا احنا، اللي هو حاولوا تدخلوا الناس دي معاكم عشان خاطر الناس دي تعرف ازاي احتووا يا تتعامل يعني. جماعه. بالظبط. كان ليا بقى اصدقاء من شغلي في ماليزيا. كان معايا جنسيات كتيره جدا من كل حته في العالم يعني. فكان من ضمنهم الصينيين يعني. فانا اكتشفت ان دول حاجه ودول حاجه تانية يعني. فبعت لواحد صاحبي من الناس، يعني انت الناس دي عامله كده ليه؟ هم مش زيك ليه يا عم؟ الناس اصل دي انا حاجه خرجت تانية. قبلهم. انا خرجت فعرفت بقى الحته دي، قال لك ان هو بيطلع بره بيبقى في سويتش في الدماغ كده بيتقلب، بيفهم بقى الدنيا بره. لحد ما السويتش ده ما بيتقلبش، هو بيبقى حد تاني، حد عسكري هو مكلف من البلد ان هو يعمل واحد اتنين تلاتة وما يقدرش يعمل حاجة تانية. الضحكة بحساب، الكلمة بحساب. واحنا شغالين كاوبريشن وايز، احنا كان بيجي لهم ورق يبصموا عليه. مم. كان بيمضي ويبصم باي قرار جديد بيطلع، سواء خاص بالبلد او خاص بالشركه. طبعا كل حاجه بالصيني انت مش فاهم حاجه واعلام الصين موجوده في المكاتب، وعارف انت كلام انا ما اتعودتش عليه في اي مكان تاني ولا في اي حته تاني رحتها يعني. آه. بس وبعد كده رحت معاهم السعوديه. رحت الاول دبي، قعدنا في دبي فتره كبيره معاهم برضو بريبريشن ونجهز الدنيا للسايت الجديد او للمكان الجديد. وبعد كده اتحركت معاهم على السعوديه، قعدت معاهم فترة صغيرة في السعودية. بعد كده دخلت كورونا، بعد كده
قعدت كتير محبوس فوق معاهم فتره الكورونا، وبعد كده نزلت مصر اتحبست فتره تاني. الاول اتحبست في مصر وبعد كده اتحبست هناك. فاتحبست في مصر فتره وبعد كده طلعت، وبعد كده اتحبست فوق فتره 8 شهور تقريبا في البحر ما بنزلش، وحصل لي اه جنان في دماغي. وبعد كده نزلت مصر، قلت لهم انا نازل اجازه طويله بقى. الفتره الاولانيه بقى بتاعت الكورونا بس انا لما. انا عاوز اقف عند نقطه كده برضو ستريس عليها شويه، ان انت تعاملك مع الجنسيات الاجنبيه في دول مختلفه وثقافات مختلفه اكيد يعني اثر معاك ايجابي في حاجات كتير، وسلبي ممكن في حاجات معينه. ممكن تقول لنا يعني ايه الحاجه المميزه وايه الحاجه اللي انت ما كنتش حاببها يعني؟ بص يعني الحاجه المميزه ان انا شفت معامله هناك غير اللي عندنا. انت برضو دخلت انا دخلت اويل فيلد في مصر، فشفت حاجات كتيرة. شفت أوضة اسمها في اي بي، شفت في الميز احنا واحنا بناكل سينيور ستاف بيتعمل لنا اكل غير اللي بيتعمل للناس التانية. شفت معاملة غير للناس امم. هناك. في الميز انا بقف في الطابور، واللي ورايا مش هقول حتى اللي قدامي مدير البريمة. كله زي بعض. كله زي بعض. اه. وشفت حد اقل مني كتايتل وهو قاعد في المكتب حاطط رجليه الاتنين على الترابيزه مثلا، مدير البريمه داخل بيتكلم معاه ما ما نزلش نزلش. رجليه. طبعا ده قله احترام عندنا، ودي حقيقه احنا ما تربيناش عليها ولا في حياتنا ولا في دنيتنا. بس شفت ان الناس بره بصل الموضوع من ناحيه انا ما بيني وما بينك شغل، اه. انا ماليش دعوه بشكلك ولا هيئتك ولا دينك ولا حياتك ولا الكلام ده كله. ودي من ضمن الحاجات الجميله اللي شفتها في ماليزيا بره مجال العمل، ان انت البيئه في ماليزيا منفتحه جدا، لدرجه ان انت عندك هندوس، وعندك ناس ما بتعبدش حاجه، وعندك مسلمين، عندك مسيحيين، عندك الناس دي كلها في بيت واحد، امم. عايشين في بيت واحد. صحيح. فبتيجي في العيد كلهم قاعدين بيحتفلوا بالعيد. امم. فبتيجي في مناسبة تانية عند الهندوس كلهم قاعدين بيحتفلوا بيها مع بعض. فبتلاقي البيت الواحد فيه ناس كتير متجوزين مش عارف من مين، وناس عندهم مين وناس عندهم مين، وده ليه صحاب وده ليه صحاب. فبتلاقي امم. المجتمع كله منفتح على بعضه بطريقة كويسة، ده محترم ده وده محترم ده. فتخش تاني لمجال الشغل، انا باصص ليك، انا باصص لشغلك، انا هقيمك على شغلك، امم. انا هحترم شغلك، انا هحترم رايك، يعني لما تعمل حاجه كويسه انا هبينها، امم. انا هشكرك على الكويس اللي انت عملته. كويس. ما شفتش حد بيفرض لنفسه نجاح، امم. ما حصلتش. بالعكس احنا تيم قصدك ايه واحد. بالكلام ده؟ كانت في مصر آه. مش موجوده آه. يعني. انا يا ريس احنا ماشيين بتوجيهات معاليك، الله يفتح عليك، شالوت ما سيادتك دفع شفتهاش للامام بره، يعني. ما انا ما شفتهاش موجوده اه. بره. ما حدش اتقال احنا نجحنا عشان انت اديتني سبورت، ما طبعا. اتقالتش. بالعكس، ده انت بتشوف المدير هو اول واحد بيقول احنا نجحنا عشان فلان. اه. ودي من اكتر الحاجات اللي انا دلوقتي بحاول استرس عليها مع الناس. انا بقولها على طول يعني، انا اي نجاح الشركه بتوصل له في يوم من الايام هي بسبب الناس. مش بقول كده عشان انا شفت كده، بس عشان فعلا ده اللي انا حاسه، ده اللي انا شفته من الناس، اه. وده اللي انا عشته بره عايش. وما لقيتوش معانا في مصر. والحاجه اللي هي انت ما حبيتهاش قوي؟ بص، الاكل. هو الحاجة اللي ما حبيتهاش بس يعني كنت متعايش معاها، ان يعني مثلا الناس بتسكر طول الوقت، اللي عندهم الحياة بيس مفتوحة يعني بشكل مش قيم كويس. الدنيا مختلفه قوي. بالظبط، هي قيم غير اه. القيم اللي عندنا. لكن جوه الشغل انا ما شفتش طبعا في سلبيات كأفراد او في سلبيات لا ده كحاجات، طبيعي لكن في انا اي حته يعني. انا ما بتكلم عن ما الحاجه اللي قدرتش هي استريس عليها جوه كثقافه الشغل. يعني. اه. لا لا، ما هي بس الحتة دي بس العادات والتقاليد بتاعتنا اللي هي مش موجودة هناك، بس موديانا احنا في حته ان لا انا مش مبسوط باللي انا بشوفه يعني. مم. بس طيب انت المفروض انت خلال الفتره اللي انت بره مصر، خلينا نرجع بقى نقطة اللي بيسافر الخليج بيقعد مثلا 9 شهور سنة وبينزل شهر، انت كنت تقريبا شهر شهر وشهر. وشهر. خلال الشهر اللي انت كنت بتنزله في مصر، انا عارف ان انت بدأت بقى تفكر فيما بعد، زي ما بيقولوا خلينا نقول برحلة التقاعد بعد الشغل اللي في الاويل اند جاز، انت تفكر ان انت يبقى عندك حاجة في مصر. بص، هي ما بداتش كده الاول. هي بدات معايا في حته وقت الكورونا. مم. كنت قاعد في البيت، طب انا هعمل ايه؟ طب انا ادور على شغل، طب ايه اللي معايا دلوقتي؟ طب انا الانجليش بتاعي كويس، طب ما اشتغل كول سنتر. مم. نزلت اشتغلت كول سنتر اكاونت في امريكا. كنا بنلوج من القريه الذكيه وبنستقبل مكالمات تكنيكال سبورت لاي دي اس ال، ونظام بقى اللي عندهم البوكس كده بيخش البيت فيه انترنت وفيه حنيت تي للكول في سنتر وفيه القديم.
ليه؟ حليت لك كول سنتر او شغلانه تكنيكال سبورت. بس انا ما اشتغلتش كول سنتر قبل كده. بس هو موضوع غريب يعني حبيت ان انا اجرب كول سنتر اشوف بقى ايه اللي بيحصل. نزلنا تريننج، بدأت تريننج شهرين اونلاين، وبعد كده شهر حضور بتريننج برضو معاهم. كل ده كنت مبسوط بيه بس ثانيه يعني. واحده عشان بس الموضوع مستوقفني، عشان اول مره يعني اما يكون واحد شغال ما شاء الله في اول اند جاز بره مصر، وهو موضوع كورونا دي على العالم كله، يعني احنا ما كلها على العالم كله قاعد في البيت، بالظبط. فان انت اصلا تفكر ان انت تشتغل حاجة تانية ماشي اوكي، يعني بس انت تروح في حاجة اصلا يعني خلينا نقول لسه متخرج من الكلية هيشتغلها، بالظبط. فهل ده اصلا انت عندك زي ما بيقولوا تسامح مع نفسك عادي انا مفيش انا مع عايز اجرب آه الحاجه الجديده اللي انا ما اكيد مش رايح عشان عملتهاش. فلوسي مش خلينا عشان بالعكس، انا كنت باخد كام، أنا كنت باخد كلام فاضي جدا، بس اللي هو اه انا عايز اشتغل، مش ما عايز، انا مش عارف اقعد في البيت، اه فاهم يعني؟ بتفرق مش يعني عارف اقعد في البيت، اه مش هينفع اقعد في البيت. بس في ناس آه تانية ممكن تقعد عادي ما لا، ما قعدت كتير بقى يعني. كنت قعدت مثلا شهر 2 3 4، طب انا قاعد، انا زهقت، مم. فانا هننزل نعمل اي حاجه. صحيح. فنزلت ككول سنتر شهر تريننج اونلاين، وبدانا بعد كده حضور كده، نقعد نشادو مع حد، نسمع، نعمل. وبدانا بعد كده، كل ده انا مبسوط ومستمتع جدا يعني. انت بتعمل حاجه حلوه جديده بقى، وفاهم تشوف حاجات جديده والكلام ده كله. بدات لوجينج، لجينا، خدت اول مكالمه، تاني مكالمه، اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم انا بستقيل. انا مش بتاع الكلام ده. لا انا قعدت مش بتاع الكلام ده. انت قاعد مربوط في كرسي حرفيا. حسيت ان انا لا، حته مش حلو. مم. بس اتبسطت وقعدت وعملت كام حاجه وشكرا. طب كمل انت تكنيكال سبورت، انت ما اعرفش ايه، انت شكرا يا جماعه وفرصه سعيده جدا وهستأذنكم. بس وفعلا مشيت. فكرت بقى ساعتها، طب هو انا ليه بدأش شغل ما ابداش خالص. شغل. واحد صاحبي قال لي انا نشتغل في التوريدات ويبقى اسمها مقاولات، وطب نجرب، طب نعمل. فجات لي الفكره من هنا. بدات. الموضوع كان بسيط. حد اتصل بيا، واحد صاحبي، في مطعم ما بيتعمل في مول من المولات ما، تعالى انزل، عايزين بس مهندس يبص على المكان، والاستشاري بس محتاج يتكلم معاه في كلمتين. خلاص تمام، انا نازل ما فيش اي حاجه. نزلت ببص على المكان، الاستشاري انت شغال فين؟ قلت له والله انا شغال في اوف شور وما عنديش خلفيه على هنا. طب انت راضي على اللي بيحصل هنا؟ انت بص على الكلام ده، بص على الكلام ده، انت راضي على الكلام ده؟ قلت له انا شهادتي مش هتبقى كويسه، عشان انا واحد جاي من ستاندرد غير اللي هنا خالص، اه فانا مش مش قول لي بتاع. بس المشاكل اللي عندك ونشوف لها حلول. اه فراح قال لي طبعا عندي مشكله في كذا، انت ايه رايك نحلها ازاي؟ قلت له ممكن نعمل واحد اتنين تلاته. طب بص دي مثلا نحلها ازاي؟ نحلها نعمل كذا كذا. طب تمام، خلاص شكرا جدا، مع السلامه، مع السلامه. هندلته. روحت بالظبط، لقيت الشركه دي بتكلمني، احنا عايزينك تيجي انت تعمل المحل ده، وتسلم انت الراجل ده، عشان الراجل شكله مبسوط وقال عليك بتفهم، فتوكل على الله وخلص الموضوع. بدأت، خلصت الموضوع، خلص، لقيت الموضوع حلو. عارف انت لقطة اللي هو انا رايح الموضوع، انا ما عنديش خلفية انتوا بتتكلموا على ايه، انا ما اعرفش اللي انتوا بتعملوه ده. بس انت عندك في نقطة بقى اللي هي الاكسبيرينس، انت رتبت الموضوع تو بريك داون. فكرة الاولاند جاز بتزوله، بتعمل بريك داون بشكل اصغر لكل حاجة عشان بالظبط. تلاقي سبب المشكلة وتحلها. بالظبط. فانت انت عملت كده على السكيل بتاع المحل. بالظبط. بالظبط كالمشاكل اللي هو بيعرضها عليك، اه لكن انت بعد كده طلب منك تقفل المحل ده، اه اه تشطب الشغل بتاع الام اي بي اللي موجود فيه. طب انا من الاول ما عنديش اكسبيرينس في الام اي بي، مم. بس اللي هو انت واقف تكلمني في ايه؟ البريزه دي هتمشي ازاي وتتعمل ازاي؟ ده انا عملتها بايدي 50,000 مره. ايوه طب انت واقف تكلمني هنا الكابل ده مسحوب كده صح ولا طب الكابل ده نحط حمله هنا مظبوط ولا هزود مقاسه ولا اقلله؟ انا عملت الكلام ده بايدي 50,000 مره. ايوه طب انت عايز تكلمني في الماسوره بتاعه الفاير فايتنج دي تتعمل ازاي؟ ده انا اللي كنت بقى في البروجكت وبقول لهم اعملوا الكلام. فلقيت الاكسبيرينس كلها ما هي عندك. انت كنت اه بتسلم اي بي اس اللي هو اعلى ستاندرد في البحر، وانت اللي بتقف تسلمه البريمه وتعمل معاه اختبار الفاير فايتنج ده واعمل معاه. ازازة لب يعني. فلقيت الموضوع اللي هو ايه ده بسيط جدا، طب يلا بينا. اه فده كان حته النولج اللي انا محتاجها، لقيتها موجوده. اتفضل عندك بقى حته ايه؟ حته مانجمنت. طب مم. انا عايز ايه في المانجمنت؟ انا عايز ازاي دي دلوقتي اللي هو احنا في الاوفشور بنتحاسب على الثانيه اللي هتعدي، كانت ثانيه ولا ثانيتين. مم. وانت بتعمل دريل المفروض منك ان انت تماستر في 60 ثانيه، انت مسترت في 61. ده احنا مم. متعلمين الكلام ده يعني، يلا بينا. اه طب يلا. فبدات ميتنج. انا خايف جدا، انا يعني ميتنج ومش عارف ايه، ورايح ميتنج. قاعد في الميتنج لقيتني بعمل اللي انا بقالي 10 ولا 12 سنه بعمله
في قلب الميتنجز وفي قلب حياتي انا قاعد في بالظبط مش حاجه اكتر ولا اقل، بنفس الاسلوب بنفس طريقه الرد بنفس اسمع اللي قدامي امتى وارد امتى واعلق امتى واقول ده صح ولا غلط واعمل برزنتيشن ازاي واتكلم ازاي واعرض ازاي. لقيتني اللي هو تمام. ستيل رجعت لي حته ان انا قدام الاستشاري قليل مم. وقدام الاونر قليل انت اللي وقدام حاسس بكده حاسس على عشان طول شايف ان بالحته دي، الموضوع فلازم اشتغل على نفسي في الحته دي عشان اكبر نفسي. طبعا ما كانش في حد معايا، محتاج تيم. مين التيم اللي انا محتاجه؟ محتاج حد يساعدني. في مهندس قريبي جه معايا يساعدني، بقينا احنا الاثنين كتفنا في كتف بعض، ظهرنا في ظهر بعض، بنتحرك مع بعض. المحل الاولاني المحل التاني، بقينا معانا 3-4 محلات في نفس الوقت، بقى انا في محل وهو في محل، اخلص اللي معايا واروح له، يخلص اللي معايا ويجي لي، نقفل الدنيا. بدات عندي مشاكل في الفلوس اللي داخله واللي طالعه، طب انا محتاج محاسب. عملت انترفيوهات، جالي محاسب شاطر كويس دخل معايا، تيم بقى موجود. طب محتاجين مهندس تاني، محتاجين مهندس تالت، محتاجين مهندس رابع. ما عنديش لحد دلوقتي حاجه اسمها مكتب فني، مش فاهم يعني ايه مكتب فني، ما احتاجتوش. بدات بعد كده مطلوب مني رسومات، طب انا هرسم. دخلت في مول وبقدم رسومات، قدمت رسومات المشروع بالكامل. انتوا عايزين رسومات ايه؟ قال لي 1 2 3 4. عملت رسومات كلها وقدمتها والحمد لله الدنيا تمام. على الكاد كنت بشتغل على الكاد ان انا افتح دروينج، ما جايالي في حاجه ابص على فيور حاجه بيتي وانا بوضبه رسمته كاد. ده كان اخري بالكاد، دي كل علاقاتي بالكاد. رسمت وظبطت وعملت، خدت رسومات تانية ريفرنس، لا ما كانش لسه جالي رسومات تانية ريفرنس، خدت رسمت عملت كل اللي هم طالبينه وعملت سبميت. السبميت ده كان مع ماجد الفطيم. قدمت الرسومات واستنيت النتيجه بتاعه الرسومات، والحمد لله كل الرسومات ريجكت. كل ريجكتد كوتسي، شكرا. طب ايه الحل؟ تخشش من هنا بالظبط، انت ريجكتد خلاص. يعني مش فاهم، لا بدات من اعلى الاونر بالظبط. الفيكس الرسومات كانت بتاعته. بتتباعت على لبنان تتظبط وتتراجع ويجي لي الرد من لبنان. جبت بقى ريفرنسز، بدات اذاكر، بدات افهم يعني ايه شوب دروينج اصلا، وايه المطلوب مني هنا، وايه اللي ثانية مطلوب ان انا واحدة، اعمله. انا عاوز برضو يعني ارجع نقطة كده لورا. انت ما دخلت في القصة دي، انت ما كانش في دماغك انت تعمل شركة اصلا. خالص. انت اخد الموضوع ان انت بنقضي وقت فراغنا لحد ما الكورونا والقصة تخلص، صح كده؟ بالظبط. بالظبط. ففجأة لقيت ان انت بتعمل اورجانيزيشن شارت الشركة، جيب بالظبط. محاسب، جيب مهندس، مش عارف ايه. بالظبط. ايه ده، انا بقيت اونر وانا ما اعرفش. بالظبط. بالظبط. في مكتب بعد كده، وفي ما بروحش المكتب، بس في مكتب المحاسب قاعد فيه آه. بنزل اعمله واقعد فيه. بقى مخزن معانا نحط فيه شويه خامات، نحط فيه شويه حاجات. وكان عباره عن صاله واوضه وطرقه وحمام صغير ومطبخ فيه ثلاجه بس، والدنيا ماشيه. بس بس انت لحد ما انت مثلا في نص الموضوع ما كانش في دماغك ان انت تعمل شغل، يعني يبقى في شركة وتبقى هي الاساس بالظبط، كانت خالص. لسه انت كده بص كده. بص انا وانس ان انا بدات افكر في مكتب، انا لقيتني اوريدي بكون شركه. اه ولقيتني بفكر اللي هو ليه لا، ولقيتني بقارن اللي هو انا هعمل ايه. في نفس الوقت انا نازل اجازه طويله من شغلي، و8 شهور اجازه او 9 شهور، قلت لهم لحد ما اخلص قعدتي. ففي ال8 شهور دي انا الدنيا بتتحرك معايا، انا في حاجات كتير بتخش، انا في شغل جديد بيتعمل، انا في ناس بتعرف عليها في مجال الشغل، وفي سكك كتيره بتتفتح قدامي. طب انا ليه لا؟ طب انا ليه ما اعملش الكلام ده؟ طيب الوقت ده انت اتحركت لحته لايف ستايل معينه، انت بقيت ليك وضع معين، ليك التزامات ماديه معينه، ليك مستوى معيشه معين انت عايش فيه. على طب الاول اند جاز. بالظبط، انت مش ما عندكش الانكم ده اه خلاص، مش قادر تطلع الانكم ده. فهتصرف طيب من اللي موجود. طب بدات اصرف من اللي موجود على الشغل، ودي كانت حاجه كويسه. بس وصلت لليميت معين انا خلاص ما بقاش فيه. طب انا البيت محتاج. طب صحيح. انا عايز فلوس للبيت. وانا بسألك السؤال ده لان هو القرار ان انت هتبقى بين مفترق طرق، ان انت تكمل في اللي انت فيه وضع خلاص وصلت له وما شاء الله حاجة مادية اكيد افضل من ان انت هنا، وان انت بتستارت شركة، فاكيد عندك تفاصيل تانية وفي مجال انت اصلا ما بدأتوش ككونستراكشن. بالظبط. بالظبط. فانت ايه اللي خلاك تاخد بقى القرار الفيصلي في الموضوع ده قعدت فكرت كتير قوي اللي هو وبعدين مم. انا اخرة سفري ايه؟ هرجع افتح كشك وابيع شيبسي بلاك كوكواوا، ولا اكمل في الطريق اللي انا فيه؟ الحياه فرص. طب انا جات لي فرصه دلوقتي مم. اقفلها واسافر لحد ما اوصل لسن معين واقول انا ارجع مصر عشان خاطر ادور لي بقى على مشروع معين افتحه واعمل اي حاجه،
ولا انا استثمر الفرصه الصغيره اللي جات لي دلوقتي واحاول ان انا اكبرها. قلت هعمل كده وبدات اتحرك في الحته دي. ما بقتش عارف اعمل ايه، ما بقتش عارف هل صح ولا غلط. الصين بدات تبعت لي انت لازم تسافر، اجازتك خلصت ارجع. فكرت كتير، لا انا مش هقدر. طب انا مضغوط، طب هسافر. بعت اوكي ريدي، طيب احنا محتاجين نخلص فيزا ونخلص اجراءات ونخلص حاجات. بكره هنبعت لك تيكت طيران تسافر على البحرين، تخلص فيزتك وتطلع على السعوديه. فيزتك بتاعت السعوديه تطلعها من البحرين اه وتطلع تخش على السعوديه على طول. اوكي تمام. نمت صحيت الصبح بعت ميل انا بستقيل. بس فكرت قبل ما ابعت الميل ده في حاجه واحده. اويل اند جاز مهما كان على مستوى العالم في الاول في الاخر احنا صغيرين، احنا معروفين. اللايسنس بتاعتي، الاكسبيرينس، انا مش هيبقى صعب عليا الاقي شغل تاني. اه فليه ما اخدش الريسك ونشوف. ونشوف. امم لو وقعت شنطتي على كتفي ما اتحرك. اه طب محتاج وقت قد ايه اتحرك فيه؟ 4-5 شهور. اوريدي عندي فلوس مش في ايدي دلوقتي، موجوده في مشاريع تانية هترجعني، هتخليني سرفايف واكل اشرب لمده 6 شهور على ما الاقي شغل تاني واتحرك. تمام. وصلت استخاره، توكلت على الله، بعت الميل، استقلت. قعدت 4 شهور او 5 والبيت شهور. عندك بقى في قفل؟ والله يعني اجتمعت بالبيت، كان ابني لسه صغير، قعدت مع مراتي. مراتي حد سبورت جدا ليا في حياتي كلها. كويس. حد ساعدني، حد وقف في ظهري، اللي هو يعني اللي انا اكتشفته مش في الفتره دي، اللي اكتشفته من اول ما دخلت مجال المقاولات، ان انت محتاج سبورت كتير قوي. انت مم. محتاج سبورت من العيله بالذات، محتاج سبورت من الصحاب، محتاج سبورت ان الناس ما تزعلش، محتاج سبورت ان الناس تقدر ان انت تعبان، محتاج سبورت ان انت مقصر في حاجات كتير قوي، مقصر في اه بيتك، مقصر في حياتك، مقصر مع صحابك، مقصر صحيح. مع اهلك. فمراتي الحمد لله ما كانتش بتشتغل. فهي اللي كانت شايله البيت بمسؤوليه البيت، ساعدتني في حاجات انا كتير في بسألك وقت الموضوع زي ده ده. ليه، لان يعني النقلة بتبقى صعبة على الناس صعبة. كلها، ف صعبة كانت على ابني يعني. اه صعبة عليه، مش هقول مش صعبة اه عليه، بس الحمد لله ما نقلتوش من مدرسته، الحمد ما لله ربنا معاك. عملتش حاجة بالنسبة له ملموسة. يعني بدل ما كنت هخرج مثلا مرة كل اسبوع خليتها كل اسبوعين، هو مش حاسس اصلا انا مشغول. اصل ودي كانت لمدة 4 او 5 شهور. والحمد لله الدنيا مشيت فيها، كانت الدنيا تمام. ولقيت تليفون جالي من شركة، عندك انترفيو. انا ما بعت السي في بتاعي، بس السي في بتاعك معانا فاحنا محتاجينك. دي كانت الشركه اللي هي العربيه للحفر اللي انا كنت عملت فيها انترفيو قبل كده، وقالوا لي انت واترفضت. اترفضت، عايزينك معانا. اه انا فاكر المكالمه دي كويس قوي. انت رحت وكانت بقى عشان مراتي تحط عليه. معايا. وقلت له بص انا عارف الشركه بتاعتك. فاساس برضو ايه في مجال الاويل اند جاز، انت عارف كل شركه التايتل الفلاني مرتبه قد ايه. ايوه فهو بيكلمني عشان تايتل معين، انا عارف التايتل ده عندك قد ايه. فقلت له بص انا معايا كونتراكت، انا لسه مكنسله من 3-4 شهور، برقم اوريدي اكتر من الرقم اللي انت عايز تتكلم معايا فيه، فما معلش ملهاش لازمه. فده كان شركه عباره عن وسيط بيجيب ناس في مصر يشغلهم ويوديهم بره. فراح قال لي انا ممكن اطلب منك طلب شخصي، انا ما عنديش حد. الانترفيو غيرك. بالظبط، وانا محتاج بس ان احنا نعمل تعالى بس انترفيو، يعني فتعالى اثبت بس عشان حالة. خاطر اه الدنيا تبقى تمام. قلت له خلاص تمام اوكي ما فيش مشكله. ربنا يسهل، هشوف الدنيا دي واروح. كان معايا واحد صاحبي عارف ان هو قاعد من غير شغل، بعت له السي في قلت له اتحرك انت روح وربنا معاك، وقلت هفكر في الموضوع. كنت قاعد انا ومراتي بنتعشى في مكان بره، فبتقول لي في ايه؟ قلت لها في كذا كذا كذا. هتعمل ايه؟ قلت لها هروح. مم. تروح تعمل ايه؟ قلت لها هحضر انترفيو. قالت لي انت بس عايز تروح عشان خاطر الحته دي؟ قلت لها عايز اروح. يعني ايه اروح لسه اشوف الناس هتقول ايه، بس يعني مش هخسر حاجه. انا واخد قرار ان انا اروح، وانا متاكد وعارف ان انت انا مش 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 هسافر، انا هتأكسب. مش مسافر معاك. انت رحت بقى الانترفيو، وهي زي ما بيقولوا في هدف في نفس ابن يعقوب، يعني ان انت رايح يعني زي ما بيقولوا ايه، نرجع الانترفيو القديم اللي حصل فيه. انا رجعت لكم بعد ما اتعلمت اللي انتوا كنتوا عاوزينه. بالظبط. رحت الانترفيو. بدأت الانترفيو على تايتل معين، حد عمل معايا انترفيو.
بدأنا نخش في أسئلة كتيرة جدا، بدأنا نتعمق في الأسئلة، بدأت أجاوب بأسلوب كويس، بدأت عارف انت اللي هو سيستم اتربيت عليه بقى خلاص في ماليزيا وحفظته. ويعني من ضمن التايتلز اللي انا اشتغلتها في الشركة بتاعت ماليزيا ان انا كنت مسؤول عن السيستم بتاع الانفي اللي انا كنت اتسألت فيه. كان مكاني في الإدارة يعني بس عشان خاطر الموضوع ده. فكان بالنسبة لي الموضوع ظريف قوي، وكنت عارف خبايا كتير وكنت عارف حاجات كتير. فبدأت بقى ايه اللي هو يعني اللي هو أسأل انا بقى في بتعلي الانترفيو. عليهم. يعني وصل للحته دي اللي هو طب ما تيجي انا اسال وانت تجاوب. فبدات انا اساله وهو يجاوب، والموضوع كان ظريف وضحك يعني. بس فراح قال لي انا اسف مش هكمل انترفيو، بس نقوم بقى نشوف اللي بعديه. رحنا قعدنا مع اللي بعديه، عمل انترفيو، راح قال لي طب احنا نخش لحد تالت. دخلت لحد تالت، راح ليفل قال الوحش. لي بقى حرفيا كان ليفل الوحش. اتسالت اسئله كتيره جدا ما جاوبتش على نصها تقريبا يعني. فراح قال لي انت كنت جاي عشان تايتل، واتكلمنا مع بعض ورحنا التايتل تاني. وبعد الانترفيو التاني انت رحت التايتل تاني، واحنا دلوقتي عايزينك تبقى موجود معانا في بريمة، تبقى مسؤول عن مش بريمة بقى، تبقى مسؤول عن 7 براريم الموجودين، وتبقى موجود معانا والكلام ده كله. بيني وبينك انا يعني قعدت تنور بقى في دماغي طب ما يلا نرجع بقى لايام الشقاوه تاني، وفاهم. وريني يا باشا العقد كده، في الله يبارك. في حته تشالنج برضو ممتعه. اه. عارف انت حته انت معاك مشروع بيتسلم وبيخلص حلو وبتقف تحس اه. بانبساط. نفس القصه بقى هناك، انت عندك تشالنج في مشكله الناس كلها وقفت وانت رايح تكمل من حيث انتهى الاخرين ووقفوا، فانت رايح تحل. اه. فب- ما هي سهله هي يا جماعه يعني حلتها. بتبقى حلوه اه. بتتبسط فاهم. فاللي هو يلا بينا. فافكر نطلع كونتراكت نمضي، طب ربنا يسهل. مضيت بس على الجوب اوفر وقلت نفكر ونشوف القرار هيحصل فيه ايه. صليت استخاره، روحت طب نشوف الدنيا. لقيتهم بعديها بيومين قال لي بص احنا بنعتذر اصلا ومش هنحتاج التايتل، هنعمل عليه هولد شويه. قلت خلاص خير بركه. وجت من عند اه. ربنا. كملت زي ما انا. مفيش بعديها بشهر لقيتهم بيكلموني عايزينك اوديتور. اوديتور قال لي فحلوه دي. طب هتعملوا معايا ايه؟ قال لي انت الموضوع يبقى خفيف قوي، هتطلع زيارات مش هتطلع موضوع كبير، وتتنقل من مكان لمكان، موضوع فري، الدنيا معاك براحتك. فقلت خلاص نجرب. سافرت جربت. انا بعمل نفسي بلان، انا بتحرك براحتي، قادر ان انا استخدم تليفوني في الوقت اللي انا عايزه، قادر ان انا اتابع الشغل في مصر. الدنيا جميلة. سفر رايح جاي على طول ما بطولش. فلقيت ان الموضوع كويس، انا قادر امشي فيه وقادر ان انا اتابع البيزنس في مصر بشكل كويس. طب كان في ستاف هنا معاك في مصر كان بقى؟ خلاص بقى انا الوقت اللي انا كنت ماشي فيه ده انا كان بقى خلاص. انت بقى الشارت بتاعتي فيها محاسب، فيها مدير مشروعات، فيها 4 5 مهندسين. ما كانش لسه فيها تايتل مكتب فني، بس على الاقل بقى في تيم موجود في مصر. كويس. بدأت اتابع الدنيا معاهم ما بين هنا وما بين هناك. بدأت احتاج تكنيكال اوفيس بقى موجود عندي. تعين معايا مهندس شاب لسه صغير في بداية حياته، متخرج من قسم جميل قوي في جامعة بنها اسمه الكتروميكانيكال. دارس كهرباء وميكانيكا بتاعة الام اي بي بس. بدأ يتحرك معايا واحدة واحدة. بدأ هو لوحده اللي كان موجود. احتجت بعد كده مهندس تاني، جبت مهندس تاني، بقى في 2 مهندسين. احتجت مهندس تالت، بقى هو اللي ماسك التكنيكال اوفيس وفي تحتيه مهندسين. بدأنا نكبر شوية في الحتة دي، نشيل مشاريع اكبر. واحدة واحدة السكيل بتاعي بيكبر. فاكر كويس ان انا لما كان بيجيلي مشروع 100 متر وبشتغل وببقى مرتاح في ال 100 متر. لما جالي 200 انا كنت خايف، لما جالي 400 انا قلقت، لما جالي ال 1200 انا ما كنتش عارف انا هقدر اخش على ال 1200 ولا لا. فاكر لما جالي كافيه الدنيا كانت فيه عامله ازاي. فاكر لما جالي مطعم بهيفي كيتشن بشغل كيتشن كبير، انا كنت هنقدر على الكلام ده بالمعدات دي بالمسؤوليه دي بالمراوح بالحسابات بالدكت بالكلام ده كله ولا لا. فاكر اول مره اشتغلت في شيلد ووتر وانا ما اعرفش يعني ايه شيلد ووتر. بدانا نتحرك واحده واحده لحد ما الدنيا بدات تمشي معانا والحمد لله يعني. فالشركة ايكو متخصصة اكتر في شغل التشطيب والجزء الام اي بتاعها كمان. بالظبط وبتشتغلوا مين يعني كوميرشال واكتر يعني تجاري واداري؟ كوميرشال بس. سواء كوميرشال. بقى ان كان اداري، اه. سواء ان كان تعاملوا مع ناس بتوع الفلوس محلات، سواء يعني. ريتيل. اه. بالظبط. الناس اللي عاوز تخلص يعني. بالظبط. بس كويس يعني انت يعني مشيت في الاتجاهين،
والتيم شال الجزء اللي انت معاك في الجزء التكنيكال، الجزء اللي هو السايت، وانت بالظبط. بره بتحاول برضو تنفست في الشركة بشكل غير مباشر، كماديا ومعنويا وكل حاجة. مباشر. اه لا انا كان بتكلم بشكل مباشر في وقت في اللي هو انا مش بس ما استنيتش ان انا استنى انكم جاي من الشركه. انا كنت طبعا ببوش بفلوس جدا، ما انا وده بس من السبب اللي كان مخليني انا عايز اكمل بره، ان انا محتاج توقف الدنيا. ابوش اه بفلوس من بره عشان خاطر انفست. ايوه يعني انا فاهم، ما هنحط هو ده اللي بقى قصدي عليه. انفست في الحته دي عشان خاطر نقدر ناخد حاجه كويسه. بس انت بدأت في مصر في الفترة اللي هي الدولار والجنيه والخامات بيحصل فيها تقلبات كتير جدا، بالظبط. فهي الموضوع كان برضو صعب انا شوية. بدات في مصر والدولار ب 16 جنيه. واحنا دلوقتي ب50. بالظبط. فانا بادئ في الفترة دي برضو يعني في بالظبط. الشغل، فالفترة اللي هي من بعد الكورونا حصل فيها تقلبات كتير في السوق. بالظبط. فدي بالظبط. اصلا كانت بتخوف ناس كتير ان هي تبدأ كشغل خاص، خاصة لو هياخد جزء سبلاي تشين يعني بالظبط. بشكل كانت كامل. تشالنج كبيره جدا اه جدا جدا بالنسبه لنا. مش كل الناس قدرت تكمل في حته زي دي. كانت الموجه عاليه علينا كلنا. صحيح. يعني انا كنت بسعر بروجكت، مش بسعر بروجكت بيتقال لي مبروك وبنمضي كونتراكت، تاني يوم بتلاقي الدولار رفع في حته تانية خالص، وخلاص تيكت اور ليف ات، بيتقال لك معلش والله يعني يا هتتحملها يا خلاص بقى تعتذر وننزل تندر من جديد. صحيح. فانا من ضمن الحاجات اللي انا كنت متارجتها في الستارت اب بتاعنا ان انا محتاج اعلي بورتفوليو، محتاج كلاينت، اخش. بالظبط. اسمها انا كلاينت. عايز اخلي بورتفوليو موجود فيه حاجات كتير اتعملت كاسماء، مش مجرد مشاريع باعداد. فكان صحيح. مهم عندي ان انا اشتغل. ما كنتش باصص لحته تارجت، ما كنتش باصص لحته مكسب، ما كنتش باصص انا البروفيت بتاعي قد ايه. انا عايز ريفينيو كتير يجي، وفي نفس الوقت عايز مشاريع كتير تتعمل بغض النظر عن قيمه البروفيت خاصة ان اللي انت هتطلع شغال منه قد اكتر ايه. كوميرشال، فانت تتعامل مع بالظبط. كلاينت اللي هم بالظبط. 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 براندات. بالظبط. فهي دي الحته اللي احنا اتجهنا ليها. كان مهم عندي على قد ما اقدر ازاي انفست في الشباب الموجودين برضو. ما دي نقطة يعني كنت رايح لها، بس قبلها عاوز اسألك في نقطة. ان انت قعدت في الفترة ما بين ان انت بره شغال اوديتور في الشركة، وبين ان انت بستارت اب الشركة هنا، قعدت فترة مثلا سنة او اكتر فيها، بعد كده خدت قرار ان انت تبقى فول تايم في الشركة، صح كده؟ حصل. ليه خدت القرار اصلا و... وايه تبعاته بالنسبة لك يعني؟ بص انا يعني ايه الموقف اللي خلاك تقول لا لا لازم يا جماعه بقى انا خلاص نازل. بقى؟ يعني انا نازل ما فيش في نيتي اي حاجه. انت عملتها مره ودي تاني مره. بالظبط. انا نازل معايا حاجتي العاديه وحاجتي الباقيه هناك. انا هترجع في بالظبط بعد انا انتهاء عندي اجازتك. مكان كده اللي هو ببقى موجود فيه في شنطتي وحاجتي هناك سايبها وانا نازل اجازتي العاديه وانا راجع تاني. ما عنديش اي حاجه تاني ان انا مش راجع يعني. نزلت لقيت مكالمه تليفون بروجكت تعالى ابدأ فيه. بعديها مكالمة تليفون في نفس الوقت بروجكت تاني في حتة تانية مع كلاينت تاني خالص تعالى ابدأ. مكالمة تليفون تالتة بروجكت تالت خالص تعالى ابدأ. مكالمة تليفون رابعة لقيت في حاجات كتير بتتفتح، في شغل كتير بيحصل. المكتب بتاعنا القديم خالص الصغير احنا كنا نقلنا منه ورحنا مكتب تاني. كان عبارة عن مكتب وكنت عامل فيه غرفتين مقفولين معمولين سكن للمهندسين المغتربين، وكان في مكتب ليا، وكان في باك يارد عاملها مخزن. ستورج اريا. فكان جميل جدا وكنت مبسوط بيه جدا. فجأة المكتب بقى صغير علينا، احنا محتاجين نطلع في حاجة اكبر. طلعنا على مكان تاني اكبر، بقى عندي ورك ستيشنز كتيره عشان المهندسين، بقى عندنا ميتنج روم، بقى في ديبارتمنتس كتيره، بقى في شغل كتير، في مشاريع كتير رايحه جايه، في ميتنجز كتيره بتحصل في المكتب عندي ما كانتش حاجه بتحصل في المكتب القديم او اللي قبليه طبعا. يعني في كلاينتس جايه وكلاينتس طالعه وناس داخله حصل وناس سكيلينج طالعه. للشركه في في فتره. موضوع كبير بدأ يحصل فجأة. طب يا بتكبر مننا ولا ايه؟ بالظبط فاهم. وبتنزل تحضر ميتنجز مع ناس، وناس بتيجي وناس تحضر ميتنجز معاها، يلا احنا عايزين نخش في سكيل معين، وناس تانية انا هخش في سكيل معين. انا بتحرك حركات كتيرة. طب ايه فكره في شركات بتبقى ستارت اب بتقع في الحته دي، انها ما بالظبط. بتعرفش تتخطى فكره السكيلينج. ان هو بالظبط. يجي له مشاريع، كل الناس تتمنى يجي لها مشاريع كتير، اول ما يجي له يقول لك لا مش هقدر يا جماعه اسد على الموضوع بالظبط. ده. بالظبط. فهو انا بقى في الحتة دي بقى، طب انا ارجع واسيب الدنيا كده ولا اكمل.
مم. في الوقت ده كان معايا مشروعين كبار. كان معايا مشروع مبنى تقريبا 7000 متر. كان السكوب بتاعنا فيه حاجات بسيطة. كان بي ام اس سيستم، فاير فايتنج، فاير الارم اسف. وكان في نفس الوقت تكنيكال سبورت كتكنيكال اوفيس وكبروجكت مانجمنت. فكان المفروض ان احنا بنتحرك فيه بشكل كبير يعني. كان واخد مني اتنشن كبير. في نفس الوقت دخل مشروع تاني، مبنى اداري كامل خاص بمجموعة فنادق كبيرة، فمحتاج ان انا اركز وقت كبير قوي في المكان ده. في نفس الوقت دخل مطعم كبير بمساحة كبيرة في مكان كبير، فمحتاج تركيز برضو مني في الوقت ده. فلقيت ان احنا لا، انا لو مشيت دلوقتي في حاجة هتقع، ما مم. وقعوش كلهم. صحيح. لا خليني. لان فقعدت. محدش هيبقى حريص على على المال او الشغل غير صاحبه، يعني زي ما بيقولوا، رغم الثقه في التيم. بص يعني الحمد لله احنا التيم هو تيم. ايوه، بس انا هو خلينا أسرة نتكلم يعني. برضو بلغه يعني فير، يعني ان التيم تمام واحنا كلهم فاميلي واحده وتمام. بس برضو في جزء الخاص بالفيجن بتاع اللي هم الناس الاونر صاحب اكيد انا الشركه. معاك بالظبط. وان هو عاوز، يعني انت قلت بالظبط بقى انا هدفي مش ان بالظبط انا اكسب، انا بالظبط هدفي ان انا انتشر مع كلاين. بالظبط في ناس بالظبط تانية مش بالظبط هيبقى عندها بالظبط نفس الهدف ده. بالظبط بالظبط فممكن يقول لك يا عم خلاص بقى، هنعمل ايه؟ كله في الله نفسنا الا وسعها، يعني ما نعمل ايه يعني. بالظبط بالظبط. فعشان كده هي دي النقطه اللي انا قصدي عليها. مم. فانت اخدت قرار انت بقى ايه، خلاص يا جماعه انا هنقعد بقى نشوف الدنيا هي دارت، فعشان نكمل بقى. بالظبط. فاستقلت وقعدت. استقلت، قعدت، كملت، والحمد لله. كويس. الحمد لله. فانتوا حاليا بقى ما شاء الله، انا عارف ان انتوا يعني معاكم مشاريع كتير في الشركه، ربنا يوسع عليكم. الحمد لله. والتيم بيبدا يكبر. بالظبط. اما بنيجي نعمل اورجانيزيشن بقى للشركه، بتبقى الستارت اب، بيبقى الهدف الرئيسي ان انت تنقل اللي في دماغي هنا عند الناس عشان يبقى هم بالظبط كانك مكان. بالظبط. ف فتحولت ان انت كنت سابقا موظف في اورجانيزيشن، انت صح، يعني انت على راس الاورجانيزيشن. عملت يعني ايه بقى اللي انت اكتر حاجات كنت انت عاوز تسترس عليها معاهم مع الناس بتاعتك، مع بص التيم؟ يعني انا اكتر حاجه ما كنت بتضايق منها، وبالذات من الشغل في مصر، هي كلمه موظف، احساس الموظف. فدي كانت اكتر حاجه انا مش ده عايز. عشان انت الثقافه اللي بالظبط. انت انا خدتها ان انت عايز كلنا بقى، زي انا بعض. انا مرتاح هناك، انا عايش حياه هناك جميله، انا مبسوط هناك وانا شغال. انا ضغوطات الشغل منفصله تماما. احنا كلنا اسره واحده. احنا من الحاجات اللي كانت بتتقال لي وكنت بتسمع في ودني جامد، احنا عندنا مشاكل مع بعض في الشغل، لكن احنا بره الشغل اصحاب جدا. ماشي. وشفتها كتير قوي قوي، ان انا وانت بنتخانق مع بعض وبيبقى في ما بيننا مشاكل وبنقفش مع بعض في الشغل. الساعه جت 6، احنا صحاب وبنهزر وبنخش الجيم سوا، لو خلاص بداي اوف وماشيين، احنا بنسهر سوا وبنخرج سوا وفعلا صحاب. وفي الايام بتاعتنا بنسأل على بعض، والدنيا كلنا ما بيننا وبين بعض كويسه. تمام. فاكر كويس ان كان في حد من الشباب معايا في يوم بيقول لي انا فلان في الشغل احنا صحاب، لكن انا بره الشغل ما بحبوش. مم. دي بالنسبه لي كانت كارثه. انت كارثه، اللي انت بتقوله ده كارثه. انت النهارده لما انت تقول لي ان انت معاك جوه الشغل اصحاب وحبايب، وبره الشغل انت ما تحبوش، يعني معنى كده ان انت جوه الشغل هو بالنسبه لك تقضيه واجب. هو بالنسبه لك انت بتقول ماشي معاه وخلاص، لكن انت اصلا ما بتحبوش. مم. يوم ما هتلاقيه في مشكله جوه الشغل، انت مش هتساعده عشان انت ما بتحبوش اصلا. لكن لما انت تبقى عندك ثقافه ان انا وانت عندنا مشاكل وخلافات في وجهات النظر في الشغل، لكن احنا بره اصحاب، يوم ما الاقيك في مشكله في شغلك انا هساعدك. وده اللي كنت بشوفه بره. يوم ما فلان اللي مش طايقني في الشغل وعندنا مشاكل بيلاقيني في ستريس في مشكله كبيره، انا بلاقيه واقف في ظهري بيساعدني. فدي حته اتعودت عليها بره. فدي حته لا، انا محتاج ان احنا كلنا نبقى مع بعض. صح. محتاج ان احنا كلنا نقرب من بعض على قد ما بقدر لما ظروفنا بتسمح كوقت. بنعمل تيم بيلدينج، يلا بينا يا جدعان نسافر، يلا نقضي يومين كلنا مع بعض، يلا نسهر مع بعض، يلا نروح نتغدى كلنا سوا مع انت بعض. اونر مثالي وقفوا والله. الشغل. وعايز هي اقول لك احنا كنا لسه في الساحل من 3 اسابيع تقريبا. كويس. انا ومدير المشروعات بتاع الشركه فضلنا قاعدين، والشباب سافرت. كان يوم اجازه رسمي يوم الخميس، الشباب سافرت يوم الاربع الصبح، واحنا نزلنا الاربع انا وهو غطينا مكانهم. الخميس كان اجازه، سافرنا لهم خميس وجمعه، قضينا معاهم خميس وجمعه، ورجعنا السبت وهم فضلوا قاعدين هناك السبت عشان نغطي مكانهم في السايتات، بحيث ان الشغل يمشي بشكل كويس. ده مهم عندي جدا، ان احنا كلنا نبقى فعلا فاميلي واحده. السفريه دي قربتني من ناس كتير.
السفريه دي قربت ناس كتير من بعض. السفريه دي بقى يعني كان بقالنا تقريبا سنه ما حصلش اي تجمع للشباب كلها ما بينها وما بين بعض. ففي ناس كتيره ما تعرفش بعض. انت خلي بالك برضو، انت المكتب مقفول على الناس اللي فيه. السايتس، في مهندسين سايتس كتير ما يعرفوش بعض، ما مم. شافوش بعض. تسمع عن فلان، اسمع عنه، لكن ما شفتوش مع بعض في شركه واحده يعني ايه. اه فلا ده سافرنا، الناس قربت مع بعض، قعدت مع بعض 4 ايام، اكلين شاربين نايمين بيهزروا في الميه بيخرجوا بيسهروا. الناس قربت من بعض اكتر. يوم ما بتلاقي مشكله في سايت وحد ببلغه مثلا السايت الفلاني فيه مشكله ومحتاجين سبورت مع المهندس فلان، هو النهارده رايح بحب مع المهندس فلان. فدي حاجه من الحاجات اللي بحبها جدا. مدير مشروعات في الشركه معايا بيدي سبورت غير طبيعي للناس. يعني موبايله مفتوح طول الوقت، وطول الوقت يرد على الناس في اي وقت في ال 24 ساعه، عشان اي حد عنده مشكله هو موجود معاه. بتلاقي كويس. كل الناس بتحبه، يعني كل الناس بالنسبه لهم هو الاب الروحي اللي بيلجأوا له في اي حاجه عشان يتحرك معاهم فيها. ده كويس. فدي روح بتبقى موجوده، هو بتساعدك ان انت تقدر توصل لحاجه كويسه وتاخد نتيجه كويسه في الاخر. دي حاجه كويسه ان هي ان يبقى في زي ما بيقولوا في روح التسامح والود في بين التيم. بتلاقي الشغل زي ما بيقولوا ايه، طالما ان هي سالكه فربنا بيكرم يعني. بالظبط. انا في نقطه برضو عاوز اتكلم فيها، ان انت دلوقتي بقيت صاحب بيزنس. فتعاملك مينلي او تعامل اي حد في لغه البيزنس بلغه الفلوس، جاي ايه وخارج ايه ومحملاتني ايه والكلام ده. فالنقطه دي برضو في ناس ممكن بتقع فيها. في ناس بتثقلها بالدراسه. انت بعد لما بدات قلت طب احنا نثقلها بالدراسه، فدخلت MBA، صح كده؟ بالظبط، بس هي ما بدأتش من الحته دي. آه، عشان تاخد الجزء اللي هو زي ما بيقولوا ايه الاكاديمي اكتر، ان انت تبقى عارف الامور بتتم ازاي. بالظبط. فقول لي بقى موضوع MBA جه ازاي، وانت استفدت منه ايه واثر عليك ازاي في الشغل وكده يعني. طيب الام بي اي، انا في حاجه اسمها PMP، بروجكت مانجمنت بروفيشنال. ما كنتش عارف يعني ايه PMP. مم. سمعت عنها، شفت فيديو بيتكلم عنها. طب اللي هو اجرب، انا ممكن اخد التريننج ده. خدت التريننج. انا من اول محاضره انت سامع واحد بيكلمك عن صميم الشغل اللي احنا بنعمله هنا. مم. ايه الجمال ده! مم. ايه الحاجه الحلوه دي! كويس. ازاي تعمل تايم بلان، ازاي تظبط الريسك بتاعك في البروجكت بتاعك، ازاي تتعامل مع الريسورسز اللي عندك، سواء ان كانت موظفين او ان كانت ماتيريالز او ان كانت موارد. يعني ايه ستيك هولدرز، وتحط ترص الناس اللي عندك، ان كان ده اونر ولا استشاري ولا كلاينت ولا المثال اللي بفتكره لحد النهارده، ولا بياع الفول اللي واقف تحت البتاع اللي الشباب بتفطر منه كل يوم الصبح. مم. ازاي انظم الناس دي كلها في جدول، واشوف مين اللي بيريوريتي ومين اللي وجوده هيأثر على المشروع. يعني بتاع الفول ده لو مشي، ما هو الناس مش هتفطر، المشروع مش اه هيمشي. ايوه. المالك لو جه قال لك شيل لي الترابيزه دي من هنا، لو ما اتشالتش ما المشروع هيبوظ. يعني ازاي ترتب الكلام ده كله. بقيت مستمتع جدا بالموضوع. خلصت PMP وبقيت سعيد جدا بيه. وبقى حاجه موجوده عندنا في الشركه ان الموظفين كلها لازم تبقى PMP certified، ويذاكروا، واللي عايز كويس. يمتحن يا جماعه، والموضوع جميل. واللي عايز ياخد الكورس انا مرحب، واللي عايز ياخد اي كورس تاني في اي حته موجوده. وبقت في بعض الكورسات بفرضها او بطلبها من الشباب ان هم ياخدوها. يعني انا مثلا ما عنديش مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء، انا عندي مدير مشروع. في الاول وفي الاخر انت مدير مشروع، صحيح. بغض النظر عن تخصصك ايه. بس لازم تبقى فاهم كهرباء حتى لو انت ميكانيكا، ولازم تبقى فاهم ميكانيكا حتى لو انت كهرباء. ودي حته بطلبها من الشباب على طول. انت واقف، انت اللي بتدير كل حاجه، فلازم يبقى عندك البيزنس بتاعت الاداره. يعني انا شباب المكتب الفني، شباب السايت الاول بتقول ان انا منحاز للسايت وان انا بحب شباب السايت، بس عشان انت فراك. انا بدايتي جت من اه السايت اه. واتمرمطت في سايتس كتيره، فانا بحب السايت. تمام. وشباب المكتب الفني بالنسبه لي قعده مكتب ما بحبهاش، فانا يزعلوا منك انت. فشباب المكتب الفني كاي حتى انترفيو او اي حاجه ما بدخلش في الانترفيو بتاع المكتب الفني. الراجل ده تمام ولا مش تمام، بيجي لي الفيدباك في الفورم وببص عليها وبراجع السكور وبشوف الدنيا تمام، خلاص انا تمام. السايت انجينير، لا انا ببقى عايز اشوف مهندس السايت. انا عشان مهندس السايب بيبقى اكتره من جزء سلام شخصي. الايد، بالظبط، شخصيه. من سلام الايد انا الراجل ده بالنسبه لي تمام ولا لا. او حصلت معانا موقف في مره في انترفيو، انا معدي بس كده وكان في انترفيو شغال، فبسلم عليه ودخلت جوه المكتب، فبعد ما خلص قلت لهم ريجكت من قبل ما اشوفه وقعد معايا. فحتى اتريقوا عليا، يعني انت بالسلام بالايد بس كده ريجكت. فقلت لهم يا جماعه انا كل الموضوع
كان في فاضل نفس language. الوقت في خناقه حاصله معانا في سايت تاني، فقلت لهم شفت الخناقه اللي كانت حاصله في السايت الفلاني؟ تخيلوا ان الراجل ده هو اللي كان واقف يتخانق في السايت ده. هل شخصيه الشخص ده هتقدر تاكت وتتخانق في الخناقه دي؟ الاجابه لا. مم. فمهندس السايت انا محتاج 80% كاريزما شخصيه، زي ما انت شخصية. بتتكلم شخصيتك عامله ازاي، هتعرف تدير ولا لا، انت صحيح. هتعرف تبقى مدير ولا لا. مم. وعايز نوليدج 20% وهتجيلي وانت شغال مفيش مشكله. ده حقيقي. تكنيكال اوفيس انا محتاج 80% اكسبيرينس، انا محتاجك فاهم الكود ده بيقول لي ان السنسور ده هنا ولا لا، والسبرينكلر ده يجي هنا ولا لا، البومب دي محتاجه كام جي بي ام، ودي الهيد بتاعها قد ايه، التكييف ده كام، التفاصيل دي كلها انا محتاج حد عنده نوليدج. طب محتاجك كاريزما، ستيل محتاجك كاريزما لو هتخش نيجوشيشن او حاضر معايا في ميتنج او اي حاجه، بس ستيل انا محتاجك كنوليدج. وانا لو قاعد في ميتنج وشايفك بتتكلم كلام منطقي بس البرزنتيشن سكيلز بتاعتك قليله، انا هحترمك عشان المعلومات بتاعتك. صحيح. والعكس بالنسبه لي كسايت، انا لو واقف معاك في سايت وشايف النهارده الاداء بتاعك واحد عارف يدير السايت بتاعته بس النولج بتاعته مش هي اللي موجوده، انت بالنسبه لي حد محترم واحترمك على طريقه ادارتك للمشروع. من هنا جت الحته دي لما درست حاجه ليها علاقه بالإدارة. بشغلي من ناحيه الاداره من ناحيه الدراسه. لا هو احنا ليه ما ندرس؟ طب ما هنشوف الام بي اي بتقول ايه، فيلا بينا. حبيت ادرس، حبيت افهم، حبيت اشوف يعني ايه كل حاجه بقى. يعني انا هنا في البي ام بي انا بتكلم عن المانجمنت بتاعت البروجكت، لكن انا في الام بي اي ده الموضوع كبير قوي. انت بتخش يعني ايه اقتصاد، اقتصاد بلد، يعني ايه ويعني ايه بلاك ماركت، ويعني ايه تحدد الكلام ده. بتخش يعني تاخد ماده محاسبه، يعني ايه محاسبه، ماده المحاسبه انا سعيد جدا، انا بشوف اللي انا بعمله بس مسميات مختلفه. انا دي اسمها ريفينيو، دي عندنا اسمها انكم، دي عندنا اسمها معرفش ايه، ده بروجكت اكسبنسز بس هنا احنا مسميينها معرفش ديفرنشال فين. الكلام جميل جدا، انا مستمتع. عندك ماده اتش ار، انت هتعمل ايه مع الموظف ده وتعمل ايه مع الموظف ده وتدير الحته دي ازاي. عندك ماده بلاننج، عندك ماده مانجمنت. ماده المانجمنت دي ما ذاكرتهاش حرفيا، ما ذاكرتش مش عشان انا جينيوس ولا عبقري، انت بس اوريدي الاسئله اللي فيها بالظبط انت ما اوريدي بتجاوبش. بيعرفها وهو الدكتور بتاعنا كان فيها، كان انا فاكر كان بيدينا الماده باسلوب اللي هو جاوب من مجال شغلك، فانت هتجاوب من جوه شغلك، انت ما بتجيبش حاجه اكتر من بره شغلك. صحيح. فالموضوع في الام بي اي لا فعلا الدراسه فرقت معايا، الفيجن بتاعتك اختلفت تماما، وانت بتبص لاي بروجكت او وضعك المادي، كاش فلو بتاعك هتظبطه ازاي، هتتصرف ازاي في البلان بتاعتك كماديات، هتدير وقتك ازاي، هتتعامل مع الموظفين ازاي، هتبص الاقتصاد بتاعنا كبلد في وقت زي اللي احنا فيه ازاي، وهتحدد بناء عليه هتخش البروجكت ده ولا لا. صحيح. فلا فرقت وبتفرق معانا حته زي دي جدا. كويس. في وسط كلامك قلت لي وانت بتعمل انترفيوهات بتعمل فورمات لتعيين الموظفين وبيبر وحاجات كبيره كده. ده اكيد جاي من خلفيه الاويل اند جاز، لان كل حاجه هناك ورقيا رقم واحد. بالظبط. انت بدات تطبق البوليسي على سكيل الشركه من الاول، اللي هو اورجانيزيشن وبيبر ليست وكل حاجه؟ خالص ولا هو انت خالص انا الموضوع لا مشت على الله عم احمد وابراهيم وبعد كده ظبطنا؟ ما ظبطتش. انا اتعودت في الاويل اند جاز ان انت لازم نعمل انفستيجيشن. ماشي. كلمه انفستيجيشن في مصر يعني انت هتتحبس. كلمه انفستيجيشن بره انا المهم عندي فيها حاجه واحده بس، how to prevent. شكرا، ما عنديش حاجه تاني. مش مطالب مني حاجه تانية بره. يعني ازاي امنع الموضوع ده ان هو ما يحصلش تاني. ما هو الانسيدنت دي حصلت او الاكسيدنت دي حصلت او النير ميس دي حصلت او ايا كان المسمى اللي انا هوصيه للايفنت اللي حصل عندي حصل، انا how to prevent ان ده يحصل. سواء كان ده حاجه اثرت على بني ادم، سواء كان حاجه اثرت على معده، سواء كان حاجه اثرت على فلوس، حاجه اثرت علينا، يعني حاجه اثرت عليا how to prevent ان ده يحصل طالما حصل تاثير عليا بالسلب. بعمل حاجه زي دروس مستفاده. بالظبط. بس الدروس المستفاده دي ما بتجيش من فراغ، فبتيجي من انفستيجيشن. ببدا احلل واعمل روت كود اناليسيس للموضوع. من ضمن الاسباب مثلا اللي عملوا عليها حاجه هناك عندنا، مثلا ابشع حاجه ممكن تحصل في الحفر، ان انت مثلا مده المشروع، مده الحفر مثلا 3 شهور قاعدين بنحفر. اضرب 3 شهور في 200,000 ديلي ريت، وممكن زيهم 200,000 سيرفيس بتسيرفيس معاك وانت شغال، وصلت 400,000 في 3 شهور عشان احفر بير واحد. وجينا واحنا بنحفر البايب اللي بتلف وبتحفر بتاعت البريمه استكت، وقفت يمين شمال، مش عارفين نسلك الدنيا. ايه اللي هيحصل؟ نقطع الماسوره وردم، وكل اللي راح ده راح، وكل الفلوس دي شكرا مع السلامه. فدي ايفنت
خلاهم يقفوا، انا عايز اقف، انا عايز اشوف ايه اللي حصل. فمثلا اكتشف ان معظم حوادث او ايفنتات ان البايب بتستاك في البير بتحصل بالليل من الساعه 12 للساعه 4. مد وجزر او حاجه زي كده؟ لا خالص، أمال عدم تركيز بالليل. اه خلاص يا جماعه احنا نخلي الشيفت بيبدا الساعه 12. هيومن. الموظف اللي قايم بالظبط، ما هي هيومن ايرور، اه بس انا ما عنديش حاجه اسمها هيومن ايرور. لا انا عندي هو النهارده حل الشفره. لازم احل له مم. مشكلته، ما هو عنده مشكله. مم. يبقى انا لازم النهارده الساعه 12 الشيفت بتاعي يبدا مم. من منتصف الليل. كان بيبدا 6 ل 6 مثلا، انا عندي شيفت بيشتغل من 6 بالليل ل 6 الصبح، ما البني شغال 24 ساعه، ف6 بالليل هو 12 بالليل والدنيا مريحه وخلاص بينام. لا خلاص ابدا شيفت 12 بالليل. لا الموضوع ده قلل البرسنتج كتير. حلو جدا. وهكذا انا ببدا اشوف ايه اللي ممكن يحصل عشان خاطر تحصل. كان مثلا من ضمن الشركات اللي كنت شغال فيها كان في نوتس مهمه انا طالبها من مثلا وظيفه معينه، زي مثلا وظيفه الحفار، هو قاعد على كرسي طول الوقت، على الرجل بتاعه البنطلون بتاع الكافرول بتاعه بتبقى مطبوع بادج في نوتس انا محتاجها وهو شغال. في حد تاني انا عايز نوتس تانية تتحط، انا بحط له نوتس موجوده ثابته معاه هنا عشان خاطر لقيت ان الحوادث دي بتحصل، فانا عايز افكره بحته زي دي. طب عندي هيومن ايرورز، المشكله اللي بتحصل بسبب عطل في دماغ بني ادم، نسي عمل، طب انا مش هقدر الوم عليه اقول له انت نسيت ليه. طب انا محتاج ايه عشان اعمل حاجه زي دي؟ تشيك ليست، هطلع بتشيك ليست على طول. صحيح. فبدات من الحته دي، النيدز بقى هي اللي بتتكلم معايا. انا شغال دلوقتي مثلا، بدايتنا بدات في البيبر وورك في الشركه. انا النهارده وانا شغال المهندس بعد ما خلص شغال بالليل واحنا شغالين الصبح، صحي من النوم انا ما اعرفش هو عمل ايه. انا صحيت من النوم الساعه 9 وهو نام الساعه 7 الصبح. طب انا المفروض ان الكلاينت او المين كونتراكتور او ايا كان اللي انا شغال معاه يتصل بيا يقول لي عملتوا ايه النهارده؟ اقول له ايه؟ اصحي الراجل من نومه، طب ابعت لي مسج قبل ما تنام، حاضر هبعت، وبينسى طبيعي، ما هو هينسى. طب ايه الحل؟ طلعت ورقه اسمها ديلي ريبورت، هي احنا وصلنا للفيرجن 5 تقريبا دلوقتي كويس. فيها كل وقت بنبدا نابديت نتيجه الايشوز اللي بتحصل او المشاكل اللي بتحصل، ببدا ابديت الفورمه اللي عندي. طب انا محتاج منك ايه؟ محتاج منك الصبح اول ما توصل السايت بتاعك او اول ما تبدا يومك في السايت تكتب لي بلان باللي انت هتعمله النهارده. خلصت يومك والدنيا تمام، قول لي ايه من البلان دي خلصت وحطيت وتمام، اشتغلنا على الوضع ده والدنيا تمام. طب بعد فتره بدات اكتشف ان هو محتاج حاجات لتاني يوم، فبيبعتها لنا على الواتساب. طب في ناس بتقراها وفي ناس لا، طب ايه الحل؟ طب ما نزود خانه تحت في الريبورت، انت عايز مني ايه بالظبط؟ ايه اللي انت طالبه مني بكره؟ طب بعد كده الدنيا تمام وبدات الدنيا تظبط. طب بعد كده اكتشفت ان هو في حاجات ما اتفقش معايا ان هو يعملها وانا كنت عايزه يعملها، فلا نزود خانه جديده تحت نسميها البلان بتاعت ال 24 ساعه الجايين، انت عايز تعمل ايه في ال 24 ساعه الجايين؟ فبدات ازود الخانه دي، فبدا الريبورت يبقى موجود، بيوصل الصبح احنا متابعين الدنيا وعارفين ايه اللي بيحصل، اخر اليوم في الكلوزنج بيقفل الريبورت بتاعه، بشوف هو عمل ايه ووصل لايه، فبلاقي ان الدنيا كويسه، او انا عندي ايشو هنا بنرجع خلي بالك من كذا كذا كذا، الدنيا تمام بتتظبط معانا. ماتيريالز راحه جايه، بدات اعمل ماتيريال ريكويست، فورمه اللي يعملها يملى فيها الماتيريال اللي هو عايزها. بدات تراكنج، مثلا في حاجات بتخلص من سايت وترجع لنا من السايت ده تضيع في النص او تترمي او ما بقاش عارف عددها قد ايه، طب ما نعمل ورقه نسميها ماتيريال تراكنج ليست. بسلم انسبكشن ريكويست، بدات اعمل لنفسي فورمه للريكويست. فبدات كل احتياج لحاجه بيتعمل لها حاجه. مثلا في الانترفيوهات انا بدات احتاج ان انا اشوف من قبل ما يجي الراجل ده انا عايز منه ايه، حطيت كل الكلام ده في فورم، واي حد السي في بتاعه اكسبتد يتبعت له الفورم، يملى الفورم بتاعته ويحط الاسئله، والفورم اوتوماتيك تريفلكت معانا في اكسل شيت. نبدا نفلتر بقى زي ما احنا عايزين، نطلع الوظيفه دي، نبص على الوظيفه دي، نتابع الراجل ده تمام، الاكسبكتد سالري اللي هو طالبه قد ايه، هو مناسب تمام، تعالى مش مناسب مش هكلمه. فبدل ما كان الاول بيحصل تجيب مهندس يجي يقول لك انا عايز 200,000 جنيه مرتب، طب ما انا اسف ان انا جبتك بس يعني ما طب ليه؟ فعملت زي اوتوميشن كده بسيط بالظبط، بحيث ان انت تقدر تمشي الدنيا بتاعتك نتيجه اي حاجه. بالظبط. وده اكيد قلل معاك حاجات كتير في كوقت وكفلوس في الشركه. بالظبط. انت دلوقتي خدت التجربتين، تجربه انت راجل موظف في شركه كبيره وبزنس اونر، ايه وجهه النظر عن المرحله دي والمرحله دي بالنسبه لك؟ شايف انهي اللي انت دلوقتي زي ما بقول، هل انا ارجع كنت موظف احسن، ولا انت شايف ان انت راجل كبزنس اونر ده احسن، ولا انت كان لازم تاخد التجربه اللي قبل كده عشان تبقى بزنس اونر ناجح؟ بص يعني دي ليها مميزات على المستوى، خلينا نتكلم على المستوى المعنوي، المستوى المادي، واكتر المادي في البيزنس، لان البيزنس بيتكلم فلوس بس يعني. معنوي. انت وانا شغال بره
انا كنت بني ادم ما بفكرش غير اللي هو شهر بره وفي شهر في مصر نازل، هتبسط ازاي، امم. هنسافر فين. يعني ممكن مرتين وثلاثة وساعات 4 في السنة بنسافر بره مصر. كويس ما شاء الله. بنتفسح، بنروح، بنيجي، بنعمل كل حاجة. كويس. لما بقعد افكر دلوقتي هو انا اصلا وقتي كان بيبقى ماشي ازاي قبل المقاولات، انا يعني الوقت صعب في مصر. انا لسه النهارده كنت في ميتنج مع حد، فكنت بقول له انا محتاج اليوم في مصر يبقى 48 ساعه عشان اه تقدر تخلص فيه كل حاجه، فاهم؟ انت صح. محتاج حاجات كتير، محتاج اليوم يطول. لا انت بره اليوم طويل. يعني لما كنت شغال في مجال البترول، انا اجازتي في مصر اليوم طويل. انت امم. بتنام براحتك وبتقوم براحتك وبتسهر طول الليل وبتخرج وبتيجي. بتمسك موبايلك في اليوم 3 مرات او 4 مرات. عندي وقت اخرج مع اهلي واقعد مع بيتي واخرج عيالي الدنيا جميلة، الدنيا كانت حلوة. كويس. دلوقتي ما بقاش فيه الوقت للكلام ده. مش ندمان؟ آه مش ندمان. بص انا ما كنتش في غربة، ايوه فاهم. بس كنت بقول عليها غربة. اه. فدي حاجة عيب كبير جدا، انت بتقعد بعيد عن بيتك وقت كبير جدا. كان عندي ميزة هناك بره ان انا كنت بقول انا بضغط شهر، بس برجع شهر ما بفكرش في الشغل. اه. حرفيا دلوقتي انت وانت نايم بتفكر في الشغل، انت اه عارف ايوه الحتة ايوه. دي كويس، انت ما بتنامش، فاهم؟ ايوه. فدي ما شعرنا مثلا بيد عيب يعني. بدر. بالظبط. نيجي بقى لحتة الفلوس. آه، انت الاول كنت ببقى نفسي في اي حاجة بعملها. دلوقتي لا، انت ما بتقدرش تعمل بتحسب كل حاجه كل جنيه على محسوب، السحسوب. اه. كل جنيه طالع من جيبي محسوب. مم. لا البريوريتي عندي الحاجات كتيرة جدا في الشغل، البريوريتي رايحة للشغل. ممكن بقى اكافئ نفسي بعد سنة كاملة ان انا اجيب لنفسي حاجة صغيرة كان نفسي فيها. ما كنتش بقدر اعمل الكلام ده قبل كده. انت قبل كده ماشي، انا نفسي في اي حاجة في اي حتة ايا كانت هي ايه ولا فين، بتجيبها وبتقدر تعملها. لا مم. دلوقتي لما الموضوع راح لحتة بيزنس، لا انت الفلوس بقت مفهوم تاني، بقت فلوس بتحرك شغل، فلوس بتعمل شغل. مم. ما بقتش ليها نفس المعنى بتاع زمان يعني. بقى كل حاجه بقدر قيمتها وبقدر احتياجها في الوقت المناسب ليها يعني. بالظبط. وده حلو بالظبط. يعني عامة في الحياة، يعني مش في البيزنس. انت بالظبط. بتصرف على قد احتياجك وعلى قد اللي انت عاوزه، مش بالظبط. مش بصرف كل حاجة ما تيجي في دماغي اعملها يعني. واستحالة تلاقي حد النهارده شغال في المقاولات معاه سيولة. اه مفيش. مفيش. احنا اللي على معاه الله سيولة هو واقف مكانه. احنا على الله حكايتنا. لكن انا عايز اتحرك من مكاني وافضل اكبر، فطول ما اكبر طول ما انا هتحرك فباخد مشاريع اكبر فبحتاج كاش فلو اكتر. فعندي مشكلة في احنا السيولة. بنصرف على الشغل ومستنيين ان احنا يجيلنا فلوس، ومش بيجي الفلوس وبتيجي دلوقتي. ولما بتيجي انت بتدخلها في مشروع داخلها في تاني في شغل وقت تاني تاني، اه. فعشان كده انت الفلوس فدايما محتاج انت على اه طول مفيش سيولة حاجة في معاك. ايدك اصلا. بالظبط. بالظبط. طب انت في شغلك في المقاولات الفترة اللي فاتت في مصر، انت شايف ايه السوق الفترة الجاية بالنسبة لكم وبالنسبة للسوق؟ والله الفترة اللي جاية في مصر الموضوع تشالنج كبيرة. مش في مصر بس، في العالم كله. انت محتاج تكون سواء كشركة او كشخص انت عندك مواكبة للتكنولوجي. محتاج ان انت تبدا تتحرك في حته الاي اي. محتاج تبقى فاهم ايه اللي بيحصل عندك كتكنولوجي جديده، كسيستمز جديده بتخش عندك جوه مشروع، سواء كان كونستراكشن، مباني، ام اي بي. انا عندي تكنولوجي جديده بتيجي، انا عندي سيستمز جديده بتخش عليا، تكييفات بقى، عندي حاجه اسمها في ار اف، عندي بي ام اس سيستم، عندي نظام الكاميرات بيختلف من براند لبراند. كل يوم بسمع عن حاجه جديده بتكنولوجي جديده عشان نلحق نواكب الدنيا ماشيه ازاي. حته الاي اي دلوقتي خلاص داخل معايا في كل حاجه. معايا شاب في الشباب بتاع التكنيكال اوفيس عايز يروح لمشروع كامل ازاي يبدا يشتغل في حته ان هو يخلص ديزاين ويعمل ديزاين بالاي اي. فالديزاين بتكلم على ام اي بي، هو اوريدي نجح دلوقتي وموجود كديزاين 3 دي او كحاجه من الحاجات دي كلها. فلو ما لحقناش نواكب الحته دي ونفهم الحته دي بتفاصيل اكتر، لا هيبقى في حاجات كتيره. من ضمن الاسئله اللي كانت عندي في امتحان في الماجستير كان بيتكلم عن حته ازاي التكنولوجي الحديثه فرقت معاك في اداره الشغل بتاعك. ايوه صحيح. على سبيل المثال احنا كنا بنعمل تايم بلان ازاي من 5 6 سنين، والنهارده بتعمل تايم بلان ازاي.
انت عندك كام ابلكيشن دلوقتي بتستخدمها جوه البروجكت عشان تعمل لك مانجمنت للبروجكت بتاعك، ما كانش نعم. موجود الكلام ده. التكنولوجي فعلا فارقه النهارده معايا وبتحركني لقدام وبتسهل عليا حاجات كتير. اللي هيقدر يواكب الحته دي هيتميز في حاجه كويسه. كويس. تاني حاجه كوضعنا اقتصادي، انا محتاج اي حد في الفتره الجايه يقدر يمانج حته زي دي، عشان طبعا السوق بيتحرك، ونحمد ربنا ان احنا بقالنا فتره كبيره في ستابيليتي stable، حاصله معانا جدا في السوق. فالواحد يبدا يستغل حاجه زي دي، يبدا يفكر في الحاجات اللي معايا شغال على لونج تيرم. كنت بخاف زمان من اللونج تيرم، بفكر على طول في البروجكت اللي هشتغل معاه الفاست كشورت تراك. تيرم. بالظبط، وفاست تراك، اخد فلوسي والحق اطلع بره اما اشوف ايه اللي هيحصل صحيح صحيح. في الوضع اللي انا فيه دلوقتي. لا دلوقتي ممكن نقدر نفكر في اللونج تيرم طول ما في ستابيليتي الحمد لله حاصله معانا في الماركت يعني. كويس. طيب خلينا اقول احنا يعني الحلقه زي ما بيقولوا في الاواخر، بس انا يعني على مستوى الشخصي اتبسطت يعني واستفدت بمعلومات قيمه. بس خلينا نقول نعكس الرحله دي، ان انت تنصح ايه من المهندسين او الشباب عامه اللي بادئ حياته، او لو ممكن يروح مجال الاويل اند جاز او مجال الكونستراكشن او تيفر، الحاجات اللي انت شايف ان هي حاجات اساسيه من وجهه نظرك من خبرتك ان هي لازم تكون عنده، سواء سوفت سكيل او تكنيكال سكيل عامه يعني. بص، من ضمن المشاكل النهارده اللي بتقابلني مع الشباب، ان انا شايف كل الشباب اللي طالعه النهارده مفيش في دماغه غير حاجه واحده بس: سفر. زعلناش بقى. كل الناس عايزه تسافر. آه. طيب ليه تسافر؟ فرق العمله يا باشا. ماشي، فرق لا العمله. انا بهزر، بس انا بقول لك هو كم حد سافر النهارده وقعد بره وجرب وشاف ورجع تاني؟ مم. كم حد النهارده حسب ورقه وقلم انا مصاريفي هناك محتاجه قد ايه، وهاكل واشرب بكام، وهعمل 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 وهعمل. انت محتاج تعيش حياتك، محتاج تبقى قادر ان انت تكون موجود. قعدتي في وسط اهلي وفي وسط عيالي انا دي ليها تمن كبير جدا. يا اما اضطر اخدهم معايا ومش هقدر اخدهم معايا ومش هقدر اصرف عليهم هم موجودين معايا هناك، فهضطر انا ابقى في حته وهم في حته. وفي نفس الوقت الدنيا هنا كويسه، خليك موجود هنا. طيب ايه اللي اعمله عشان اكون موجود هنا؟ محتاج ان اشتغل على نفسي كتير، اشتغل على نفسي وانا موجود في الكليه. اتخرجت من الكليه، من ضمن المشاكل اللي انا بشوفها لما احنا كنا لسه صغيرين وكنا بندور على شغل، والشباب النهارده وهي بتدور على شغل. النهارده في قائمه بالمرتبات، احنا ما كانش على ايامنا في حاجه اسمها يا باشا قائمه خدني شغلني مرتبات. مفيش مشكله يا باشا اشتغل معاك من غير مرتب. اه والله كنت ما قلتهاش لما اتخرجت، قلناها كلنا. ايوه يا باشا اشتغل معاك من غير مرتب. انا عايز اتعلم، انا النهارده اللي عايز اتعلم، صحيح. انا عايز استفاد، انا عايز اخد المعلومه. وقصاد حاجه زي دي ما ربنا كان بيكرمنا. صح. بتحصل معانا النهارده، وفي شباب بتيجي بتقول الكلمه زي دي، بتقول انا عايز اشتغل من غير مرتب. باش تعالى ونشوف تعبك من اول يوم هتتقدر وهتاخد قيمه اللي انت بتعمله. وده بيبقى في نظري حد كبير جدا، غير اللي بيجي انا اقل من كذا مش هاجي. هو انا دفعتي بتاخد كام؟ يعني ايه انا دفعتي بتاخد كام؟ ما هو انا ما عنديش حاجه اسمها دفعه النهارده في الشغل. انا عندي مهندس خريج السنه دي ومهندس خريج 10 سنين. انت جيت مهندس السنه دي اعلى بكتير جدا من مهندس من 10 سنين. انت عندك سكيلز النهارده هي دي اللي تسوق بيها لنفسك، مش سنين. ما تسوقش سنين، سوق سكيلز. باشا انا النهارده اقدر ادير مشروع، سني كام سنه ايا كان، خبرتي كام سنه، انا اقدر النهارده ادير لك مشروع. عندك النهارده ايشو في مع كونتراكتور، انا اقدر اعمل لك ديل كويس مع الناس. انا السكيلز بتاعت الماركت بتاعتي كويسه، اقدر اعمل حاجه زي دي. بس خلي بالك النقطه دي يمكن كتير عشان انت جاي من خلفيه الناس سويه والدنيا تمام بره والاويل جاز وكله زي بعضه. لا بس هي فعلا لما تيجي تطبقها على مصر، هو فعلا انت لازم تمشي بالتراديشنال في الاختيار الناس، في اللي هو عدد سنين خبره وبتاع. لان انا مقتنع يعني، انا برضو يعني كنت تريننج فتره في شركات كبيره وعملت، وكنت بعد كده بدرب الناس. فعلا النقطه اللي بتتكلم فيها دي نقطه جوهريه، هو كله جاي باصص للفلوس وده حقه عشان الموضوع الاقتصادي واللي عاوز عنده ترتيبات وكده. بس هو فعلا انت لازم تقيمه بالسن، انت سنك كام هتاخد كذا. في الشغل بقى نكتشف لو انت طلعت طيار خلاص يا باشا مفيش مشكله، بس نسبتها كام في الميه؟ لا تتعدى 5%. انا ما بتكلمش بقى في الناس الكبيره، لا مش بتكلم في ناس كده، انا بتكلم في في الشباب الصغيره. ما انا بتكلم في الشباب انا بتكلم الصغير. انت بقالك سنتين، انت ممكن يبقى بقالك سنتين والسكيلز بتاعتك تساويك بحد عنده 10 سنين. ايوه ماشي، هي دي الحته اللي بتكلم عليها. بس لكن أنا- انت ممكن يبقى بقالك اه 10 سنين بس السكيلز بتاعتك ما جابتش حد عنده سنتين. انا فاهم؟ انا متفهم ان ممكن 10 سنين ده اوريدي هو شغال في مكان واحد بوظيفه معينه، بالظبط لا راح شركات كتير ولا اتنقل ولا تمام اوكي. بالظبط. لكن الشباب الصغير هو اوريدي لازم انا اقيمه، انت دفعه لسه متخرج بقالك سنه سنتين وتفر، ده سكيل مرتبك
وبعد كده ممكن يبقى في بونص من نتيجة الشغل بتاعك، تمام، وتترقى معانا. يعني انا النهارده عندي مهندس مثلا ميكانيكا شغال ميكانيكا سيارات شغال في غبور اه مثلا بقاله 10 سنين، كويس. واتخرج من وخلص شغله من 10 سنين، والنهارده قرر يخش مجال الكونستراكشن ويبقى مهندس ميكانيكا عنده 10 سنين. هل الراجل ده هياخد مرتب مهندس ميكانيكا اكسبيرينس في مجال الكونستراكشن بقاله 10 سنين وهو لا كل خبرته مع عربيات؟ لا لا النهارده هيتساوي بواحد عنده قد ايه؟ لا. هيتساوي بحد فريش. أيوة. فهي دي الحته بتكلم فيها، انت النهارده بتسوق لنفسك سكيلز، مش بتسوق لنفسك بالظبط، هي سكيلز. سنين. اه بالظبط. يعني انا في مجال الاويل فيلد، انت يا باشا اللايسنس اللي معاك ايه؟ انت ما بقولكش انت عندك كام سنه، انت بتعرف تعمل المشكله دي ولا لا؟ ما هو ده اللي بيحصل في الانترفيو، انا بطلع لك مشكله بتعرف تحلها ولا لا؟ حليتها تمام، قول لي الحاجات دي عباره عن ايه، عرفتها خلاص تمام، انت تمام معايا. ما بسالكش انت عندك كام سنه، اشتغلت في كام سنه. ممكن اسالك على السيستمز اللي انت شفتها بغض النظر انت بقالك كام سنه. انت بتحاول تنقل الثقافه اللي انت اتعلمتها ليهم، بس بالظبط. انا يعني هنا عشان الدنيا مختلفه شويه كثقافه، فهتلاقي شويه ايه بالظبط. معوقات كده، بس يعني ان شاء الله تاني تتخطاها حاجه وتعمل السيستم بتاعك. تاني حاجة بحب أشوفها جدا في الشباب، ونفسي الشباب كلها تعملها، حتة الإدارة. يعني مهندسين كتير بيجوا، أنا نفسي تنمي عندك حتة الإدارة، نفسي تبدأ تركز في الإدارة. ما تفكرش يقول أنا عايز أخد كورس كذا واخد كورس كذا، وأنا ببقى شايف فيه أنت مدير. طب طالما انت مدير، نمي حته الاداره، حته احنا ما اتعلمناهاش زمان. احنا ما ركزناش في الاداره، احنا ركزنا في ازاي نلمي نفسنا من ناحيه التكنيكال. ما هي دي برضو ليها ليميت وصلت له وخدته، حلو ان انا برضو افضل استمر فيه، لكن برضو هتيجي معايا مع الشغل. لكن حته الاداره على الاقل ليها اسس لازم ان انا اتعلمها، صحيح. لازم ان هي تبقى موجوده عندي واقدر ان انا انميها في نفسي. من ضمن الحاجات مثلا اللي كانت بتحصل معانا في الانترفيوهات، ان انا بدات مؤخرا اعمل حته اي كيو تيست. لما يجي حد اعمله اي كيو تيست عشان نوصل لنتيجه الاي كيو تيست، احنا قعدنا كمانجمنت تيم عملنا الاي كيو تيست وشفنا اعلى سكور فينا وصلنا له كان قد ايه، خدنا السكور ده حطيناه البرسنتج بتاعتنا. اللي عدى البرسنتج دي وعدانا ده حد كويس جدا. ده حد انت النهارده التايتل اللي جاي ايا كان انت جاي تشتغل في تايتل ايه، انا هاخدك في حته تانية، ايا كانت الحته التانية ايه هنلاقيها بس انا عايزك في حته تانية. كويس. كان في حد ليه مقوله مشهوره بيقول لك انت لما تيجي تعين معاك حد، عين الاذكى منك، ما تفكرش في حد اقل منك عشان يسرع الدنيا. بالظبط، عشان تستفاد منه فعلا في الشغل. لكن لما اجيب حد اقل منك النهارده او خبرته اقل منك، هفضل ان انا كل شويه اعلمه، وهفضل طول الوقت بقى اديله تعليقات واقول له ما اعرفش ايه، هو طول الوقت حاسس ان هو وحش بالعكس لما اجيب حد تحطه في مكانه هو اعلى منك، تقدر تستفاد منه بحاجات كويسه جدا، ويقدر هو طول الوقت هيبقى حاسس برضا عن نفسه يعني. فطالب برضو من الناس حته زي دي، اللي هو اشتغلوا على نفسكم، فكروا في الاداره، فكر على طول ازاي تطلع لحاجه كويسه، فكر ازاي تبقى في مكانه كويسه، حب اللي بتعمله عشان توصل لنقطه واحده بس، الشغف اللي هو اساس نجاح اي حاجه في الدنيا. بس والله يعني كلام من ذهب يعني. كمان ان شاء الله الناس تستفيد منه ويبنوا عليه في حياتهم وفي شغلهم، وان شاء الله يعني تكون اضافه قويه لهم الحلقه باذن الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. وفي النهايه يعني بشكرك على ان انت قبلت الدعوه. انا اللي اكيد بشكرك. وان شاء الله يعني دايما في نجاح الشركه ايكو تبقى من اكبر الشركات اللي في مجال الكونستراكشن في مصر يعني الوطن العربي ان شاء الله، وتنقل الخبرات بتاعتك دي لكل التيم اللي عندك يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. في نهايه الحلقه بشكركم، وان شاء الله استنونا في حلقه جديده من حلقات بودكاست الاسطوات. اشوفكم على خير.